ان انا شخص اتخرجت واترفدت من كذا كل يوم، ازاي تنظم وقتك وازاي تذاكر من الالف للياء، من اين تؤكل الكتف، فانا شاطر فيها. انما نجاح انا مش شاطر فيه، فما ينفعش اكلمك عن نجاح اصلا. صح. انما انت ربنا خلقك بقك معلقه ذهب وفاشل، المعلومه اللي بتتعب فيها عمرك في حياتك ما بتنساها. ده اللي انا كنت بعمله. انا بتكلم على الشاب اللي هو المفروض هيعمل بيت، فيجي يحسبها كده يلاقي نفسه هيتجوز في 2050. واحنا قلنا في نوعان من الرزق، رزق يطلبك ورزق تطلبه. اما الذي يطلبك هو بيطلبك ياتيك على ضعف منك، اما الذي تطلبه ياتيك على ساعه. الاول عدل والثاني فضل. فاهم ازاي؟ يعني اول فضل والثاني عدل. انا الاب الفاشل بس ايه بقى، انت يا ست هانم ازاي ابنك مش عارف عامل وممثل. حتى الست بتقول انت كنت هتضربني، انت فاكر انا مراتك بجد ولا ايه؟ ضيفنا النهارده مميز جدا جدا جدا، وبسم الله ما شاء الله مشهور جدا جدا ومؤثر. النهارده معانا جينو. ازيك يا جينو؟ حبيبي ربنا يبارك فيك. الحمد لله في نعمه والله. الحمد لله يا رب دايما. اخبارك ايه؟ الحمد لله في نعمه والله. كله جميل. كله جميل الحمد تعالى بقى نبدا بقى ايه، عاوزين نفهم كده كل التفاصيل بتاعتك من البدايه. يلا بينا. نعرف التفاصيل على الانجليزي ايه وتفاصيله ايه كلها. يلا بينا. تمام. عاوزين نبدا من الثانويه العامه. قول لنا كده كانت الثانويه العامه شكلها عامل ايه عندك؟ بص، هو انا كنت في ثانويه عامه دايما بقول للطلبه انا كنت اكتر بني ادم شاطر فاشل في نفس الوقت. ازاي؟ احلى واحد ممكن يعلمك المذاكره، ولحد الان الحمد لله منظم جدا في المذاكره، بعشق حاجه اسمها مذاكره، بس في نفس الوقت ما كنتش بذاكر. طبعا احكي لك قصه كده دايما كنت بحكيها للطلبه وعلى تيدكس ولقاءات الحمد لله تلفزيونيه وحاجات كتير جدا، حتى اتكتب عنها في الجرايد. حته اننا الثانويه العامه بدات ازاي ومين جينو وبدا من اول فين. وده طبعا يعني لكل طالب ثانويه عامه هو بيسمعني اتمنى انه يسمع القصه الجميله دي. هي قصه كوميديه مأساويه حلو في نفس الوقت. من اول خالص انا كنت دايما بطلع من اوائل المدرسه في اعداديه ابتدائي اعدادي. كنت دايما بطلع من الاوائل، حتى في الاعدادي كنت طالع من اوائل المحافظه عندنا. يعني انا اصلا من الدهليه تمام، فبس حاليا قاعد في القاهره يعني. فبدات الاول في الابتدائيه ما شاء الله كنت بطلع من الاوائل. والدتي مدرسه، والدي مدرس، بيئه كلها تدريس، فطبعا انت مش هتطلع حد فاشل يعني. في الاعدادي نفس الحوار كنت بطلع من الاوائل. جت دخلت اولى ثانوي، هنا بقى حصل حاجه وحشه. ايه الحاجه بقى الوحشه؟ ان انت بتبتدي تتغير الكوميونتي اللي انت كنت عايش فيه. دخلت على شله غير شله اعدادي. طبعا الشله دي بدات تجرك لحاجات تانية، اللي هو ما تذاكرش، يلا بينا نطفش من الدروس، نخرج ومش عارف ايه والكلام ده. فانا مواليد 93. مواليد 93 ده مر على سنتين، اكيد انت عارف اللي هي تانية وثالثه كانوا شهاده، هتذاكر تانية وهتذاكر ثالثه غصب عنك. فانا حلمي من صغري ان انا كنت غير ان كان اول سنه كمان 6 ابتدائي. احنا اول ناس فعلا احنا اول ناس طبعا علينا سنه 6 يعني. مواليد 92 كان سابقنا بسنه ميلاديا وسنتين دراسيه بالظبط، فكان طاير فوق. فاللي كان مثلا كنت انا في اولى اعدادي اللي يقول لي انا في ثانيه اعدادي اقول له انت ساقط. فعارفين الحوار ده. المهم دخلت ثانيه ثانوي علم علوم او علمي في ثانيه ثانوي. حصل بقى موقف الكوميديا بقى هنا. ده كان الثانويه العامه لسه سنتين. كانت لسه سنتين، لان مواليد 95 زي محمد محسن باين كان. أيوة. محسن صح، هو دول اللي مروا عليهم سنه، انما احنا مر علينا سنتين. كان اول ناس هو سنه، ده هو اول حد طبع عليه مواليد 95 كان هو السنه، انما احنا كان السنتين والسنتين فحت ردم. فانا بقول له طالب ثانويه عامه دلوقتي انت معاك سنه 6 مواد، انما احنا كنا بنتنفخ. فاهم ازاي؟ كنا جناح اسمها ايه، تنين مجنح، وفي نفس الوقت كنا مقالي. انما انت دلوقتي MCQ الدنيا سهله معاك يا راجل. حرام عليك يا ابني، حرام عليك، هنعمل اكتر من كده. المهم جيت في ثانيه ثانوي. انا كان جدي اصلا مدرس كيمياء، فحصل بقى دروبات كده غريبه شويه. هو بص، في مقوله انا مؤمن بيها دايما: لو كنتم تعلمون الغيب لاخترتم الواقع، او لو كنتم تعلمون الغيب لرضيتم بالواقع. فده اللي حصل معايا. جيت في ثانويه عامه بدات اطفش من الدروس، بدات اهمل دروسي. فاضل حوالي شهر على الامتحان، فطفشت من عند جدي بتاع الكيمياء وكل الدروس. فجدي ربنا يرحمه راح رنن على والدتي، وعم والدتي يعني باي ذا واي، فراح قال لها ده محمد بقاله اكتر من اسبوعين ما جاش الدرس. محمد ده فين بقى؟ طافش من البيت اصلا طافش من البيت ومش موجود وبتاع. فانا رحت العب بلاي ستيشن وسبت الدنيا تولع، مش مهم الدروس ولا اي حاجه. فمروح، ودي كانت اكتر يوم انا حرفيا كنت زعلان جدا من نفسي. راحت والدتي، انا مش عايز اقول لك انا اكلت علقه اكلت علقه محترمه. كنت فين؟ قلت لها ده انا كنت عند جدي. خلاص الامتحانات على الابواب يعني. خلاص ده فاضل شهر. فبقول لها انا كنت عند جدي. قالت لي جدك مين؟ احنا هنهزر، ده جدك مات. كنت بتعمل عندي؟ كنت بتضرب مثلا معاه ولا بتعمل ايه معاه؟ كنت بتدفنه مثلا؟ طبعا بقى انك ما تشوف الا النور على مامون من ضرب بقى. والدتي بقى قالت لي كلمه هي اللي حولت مسار ده كله. قالت لي لا انت ابني ولا اعرفك لحد ما تبقى حاجه والناس كلها تتكلم عنها. ده حقيقه. الموقف ده بجد حصل. قالت لي مش هعرفك و100 بريه منك لغايه ما تبقى حاجه الناس كلها تبقى عارفه مين محمد ايمن ده ساعتها تبقى ابني. ده البلات تويست. حصل بقى حاجه غريبه من ساعتها. دخلت ثالثه ثانوي، في يقول لك لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لا انا 43 عادي. انت فاهم ازاي؟ عادي. دخلت ثالثه، شديت حيلي في الاول شويه،
جيت برضو في اخر شهر نفس الحوار حصل معايا وبتاع، وبدات ان انا اهمل دروسي والكلام ده كله. بص بقى اراده ربنا ماشيه معاك ازاي. تعالى في الامتحانات. عندنا كان زمان فاكر العربي كان من 30. انا شاطر جدا 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 في حاجه اسمها تاليف شعر، حتى في الكليه كنت واخد مركز تاني غزل وعامل شغل حلو قوي. فكتبت مقدمه تعبير خرافيه، فاهم ازاي؟ لسه بكتب في مقدمه التعبير، كان زمان يقول لك جاوب 5 اسئله من 6، انا جاوبت ال6. بكتب التعبير راحت الورقه مشدوده مني، جبت 25.5 من 30. عمري ما انسى. ده حلو جدا، ده رقم. لا بالنسبه لي انا المفروض انا اجيب مثلا 30 لان انا او 9 بحب العربي اصلا عامه. انا بعشق حاجه اسمها لغه عربيه اصلا، يعني انا بحب اللغات وبحب الفيزياء والكيمياء. المهم جيت في الفيزياء برضو، الناس كلها بتطلع الطول بالموجب، انا طلعته بالسالب. سالب 3 متر، جبت 48.5 من 50. في سنه تانية ثانوي بقى في موقف، ده بقى المضحك بقى، نسيت اقوله لك عادي. الموقف ده ايه بقى؟ انا رايح امتحان لا يا رب ده كان في ثالثه، امتحان الاحياء مش الكيمياء، كنت رايح امتحان الاحياء كان في ثالثه. رايح امتحان الاحياء فانا راكب العربيه، فالسواق ربنا يبارك له يا رب شرب دراجز وكده. فانا شميته داخل الامتحان مسطول، قاعد كده ببص للمراقب، انا باصص كده انا شايف الدنيا نمل اصلا. هم 3 ساعات، انا مش شايف. كنت قاعد جنبه ولا؟ لا احنا كنا 4 بس، كنا 4 علم علوم اللي في اللجنه عاملين كده 1 2 3 4 شبه الصليب كده، 1 2 3 4 بس. وانا قاعد ورا خالص، انا في طبعا ان انا اصلا ما بعرفش اغش ولا غشش، فانا قاعد ورا. فالمراقب جاي لي انا شايفه 3، فانا قاعد اعمل كده، فبيقول لي يا ابني انت مالك؟ اقول له ها. بيقول لي مالك؟ هقول له ها. المراقبه جت على مالك يا حبيبي؟ ها. قال لك بس ده شكله تعبان. خدوني غسلت وشي، فضل ساعه، جبت 40 من 50 في الاحياء. بسم الله ما شاء الله. ده حلو. لا وحش دلوقتي في الزمن ده 91 تدخل طب. انا عارف، بس قصدي حلو بالنسبه ان انت الدنيا كانت رايحه خالص يعني. طبعا ما بقول لك انا قلت لك في اول الكلام ايه، انا شخص بعشق المذاكره وفي نفس الوقت فاشل. يعني انا بحب المذاكره بس ما ذاكرش، وشاطر جدا في تقسيم الوقت، وكل ده هنقوله دلوقتي. الطلبه اللي بتسمعنا تسمعنا للاخر، هنقول بقى ازاي تنظم كده البدايه بيبقى فيها حاجات يا شباب يعني ما لا احنا بحكي لك قصه بس الجميل. بعد كده دخلت، النتيجه بانت. والدي ما كانش يعرف طبعا، هي والدتي اللي عارفه بس ان محمد ده كان فاشل وبيطفش من الدروس والكلام ده. النتيجه بانت، جبت كام؟ جبت 91 تراكمي، 91%. المفروض ادخل علوم. كان بيني وبين علوم هنا نص درجه، مش نص في المية، نص درجه. فاهم ازاي؟ فده اللي انا بقوله لطالب ثانويه عامه، انت وانت بتكتب في الامتحان خلي بالك، عشان كل حرف انت هتكتبه هيحدد مستقبلك. حلو جدا فعلا، ده حقيقي. وكان بشوف ناس كتير جدا في نفس الحكايه دي. فانا بقول لك ده حقيقي، نص درجه مش نص في المية، نص درجه. فيشاء عليه القدير دخلت كليه الاداب، كانت جامعه الزقازيق. في سنه اولى حلفت لابقى دكتور في الكليه، بفضل الله تعالى شلت ماده. الحمد لله، ده التحدي. الله اكبر علينا. في سنه تانية طبعا اهم من النجاح ايه؟ الحفاظ على النجاح. شلتها لحد رابعه. الله. لا انا وهي ماشيين سوا مع بعض. والماده دي ماده ايه بقى اللي الطلبه بتخاف منها؟ الاساي اللي هو الباراجراف. اللي هو دلوقتي انا اصلا ما شاء الله يعني هات لي اتخانه باراجراف اكتبه لك، فاهم ازاي؟ فجيت في سنه رابعه قلت بقى لا، المفروض بقى اجيب مجموع محترم. جبت 61% و3 من 10 عشان الحسد. هو جامعه ايه؟ دخلت كليه ايه؟ كليه الاداب جامعه الزقازيق، قسم لغه انجليزيه. حلو جدا. فبعد ما اتخرجت من الكليه انا المفروض ان انا اقول ان انا بقى هيا بينا الى نبدا بقى المستقبل. هيا بقى واحد شغال في جيش الاول ولا لا انا وحيد على بنتين. اختي ام مالك ربنا يبارك فيها، اللي هي لا اختي الصغيره، وايمان اختي ام اميره ربنا يبارك فيها يا رب. ما شاء الله. فهم دول يعني. انا ايه بقى، لا جيت بعد ما خلصت الكليه عايز بقى اشوف انا من الدهليه، فقلت انزل القاهره بقى، بلد شوف الدنيا بتقول ايه، شوف الدنيا بتقول ايه والكلام ده كله. نزلت يا معلم، اترفضت من 300 شركه بجد، ده مش هزار. لفيت قعدت يعني انت قعدت في القاهره وبدات؟ لا مش قعدت، كنت بروح وارجع. ما انا جايلك بقى في الكلام. انا كنت اصلا والدي مدرس في المدرسه، ووالدتي مدرسه، بس طبعا بعد الدور بيشتغل نقاشه والحاجات دي. فانا كنت من اولى ابتدائي لحد ما تميت سن اعتقد 28 او 27 اشتغلت مع والدي في النقاشه اصلا جدا. وبفتخر بالكلام ده طبعا يعني فاهم. حتى كنت رفعت بوست عندي على الفيس قلت لولا هذه الايدي المتسخه بهذا الطلاء لم يكن هناك شخص اسمه محمد. ففخور طبعا بوالدي والمهنه الجميله دي يعني. لان عشان اي حد برضه بيسمعك، اي حد بيسمعك يبقى عارف ان الموضوع مفيش حد بيبدا ناجح. كواليس يعني مفيش حد بيبدا كده. لسه ما قلتلكش حاجه، ده احنا نقول لسه الف، مفيش ب. لسه ب. فخلصت يا معلم، دخلت هنا لقيت الدنيا. عارف انت فاكر فيلم بتاع اسمه الحاسه السابعه؟ ده في كتير زي انا هنا يا جدعان، في كتير زي. خش شركه انا داخل بقى واحد كتير قوي مقدمين وانا بقى فاكر انا والله يا مؤمن قسم يحاسبني عليه ربي، انا ما كنت اعرف المضارع البسيط من الماضي البسيط اصلا. ده بعد ما خلصت الكليه؟ بعد ما خلصت من الكليه اصلا.
اصلا اللي هو اصلا من وانا بكلم البودكاست احنا النهارده 3 صح؟ مظبوط 3 ديسمبر 3/12 من اسبوعين بالظبط. انت كنت شفت ستوري عندي ان انا كنت متصنف رقم 1 في تعليم اللغات في مصر. ما شاء الله بفضل الله تعالى في كذا ويب سايت، وخدت جايزه ان انا افضل صانع محتوى تعليمي في اللغه الانجليزيه في مصر. انت متخيل اللي هو ما يعرفش المدرع البسيط والمده مش كبيره على فكره. لا مش يعني كبيره. بسم الله ما شاء الله، ده نجاح 2015 فخلصت اترفضت حرفيا من 300 شركه. هتقول لي عددهم ليه؟ لان كان الايميلات كنت بعمل فورورد تقول، ويعني انا لو يعني حاجه تضحك كده كنت دايما بقولها حتى ولا في تيدكس، انا لو راح مقدم بتحليل اليورين بتاعي الموضوع دخلني تحت زمانة امل. السي في بتاعي عباره عن ايه؟ 010 الرقم بتاعي محمد ايمن سنجل مطلوب عروس. حاسس ان انت بتقدم للتقدم الجاد او اسمه ايه، للترابط الجاد او التواصل الجاد او الارتباط الجاد، كلموا الرقم ده. فانا مش عارف ايه اللي غلط يا جماعه. انا والله انا شاطر. طب يجي يعملوا معايا انترفيو ايام ايه مش فاكر ايام ايه كنت كتبت في الكلاس بتاعنا ميسنجر واحد مش فاكر. قلت لا لازم اعمل حاجه. عملت بقى انا اصلا من 2012 بحب ان انا اقف قدام كاميرا جدا. بدات ان انا في 2016 شهر 11 عمري ما انسى الرقم ده طبعا. بدات اعمل اول فيديو ليا على القناه اللي هي اتقفلت الاولانيه. عملت فيها اول فيديو. بدات يوتيوب بقى على طول، لان ما كانش ساعتها. معلش انت ما قلتليش هنا جينو جت منين؟ ما انا جاي لك. جينو دي كانت في الكليه، كان اصحابي دايما بيقولوا جينيوس. من اول 2012 كنت اي حاجه معلومه عامه، وعارفين ان انا بحب القرايه جدا. قال لك عايز اي معلومه عامه روح هاتها من جينو. فقال لك ده الجينيوس بتاعنا كلاوي الشقه، فاهم ازاي؟ ده كلاوي فاهم. فهات اي حاجه انت عايزها هاتها من جينو. فعملوها النيك نيم بتاعك بقى خلاص. طلع عليا بدل جينيوس جينو، اللي هو السرعه بدل جينو. كانوا دايما بيقولوا لي جينو او جنو، يا جنو او الجن. فجت هنا جينو، بس انا هم اللي طلعوا عليا اصحابي يعني. بعد كده قلت لا ايه اشوف بقى الدنيا اكتر. فبدات اعمل فيديو. اول يوتيوب اول فيديو يوتيوب اللي انا وريته لك حاجه عاوز احنا هنعرضه على ده كان 2012 الاول انما احنا بنتكلم دلوقتي. اول فيديو تاني بقى بدات اشوف طالب الثانويه العامه ده عايز ايه. هو عايز مذاكره وطريقه مذاكره، وانا شاطر في الحته دي. مش هقول لك انا الشخص الناجح، انا شخص انت عارف بتعملها ازاي. انا شاطر جدا في الحته دي. فانا ما ينفعش بص ما ينفعش انت تكون بتشرب سجاير وما تجيش تقول لي اشرب سجاير. انا ما اشربش سجاير بقى يعني. بس انت ما ينفعش تبقى اهل النصيحه وما تجيش تقول لي اعمل. لازم تكون انت اهل النصيحه وتقول لي اعمل. فاهم ازاي؟ فانا شاطر جدا في حاجه اسمها ان انت تعمل مذاكره، ازاي تنظم وقتك وازاي تذاكر من الالف للياء، من اين تؤكل الكتف. فانا شاطر فيها. انما نجاح انا مش شاطر فيه. ان انا شخص اتخرجت واترفدت من كذا كليه، شغال مش شغال اي حاجه، بدي دروس ونقاش مع والدي. هو ده اللي انا بعمله في حياتي. فما ينفعش اكلمك عن نجاح اصلا. صح. فاهم ازاي؟ حتى الناس اللي هم بتوع تنميه بشريه يقول لك س ص ع ل ك مش عارف عمل وعمل. طب انت فين؟ شغال ايه؟ هو بيشتغل ان هو بس بيحمس الناس. انت بتعمل ايه؟ ما عملتش اي حاجه. انت فين؟ انت مش موجود. انت في حته في الماركتنج كده لازم اشتري منك المايك ده، لازم تقول لي في تجربه سابقه قبلها شكروا في المايك فبناء عليه اشتري المايك. انما انا اول واحد اشتري المايك ما ينفعش. صح. فده لازم اكون انا اهل النصيحه. فبدات اعلمهم من الاول ازاي يذاكر. لقيت اقبال. مش عايز اقول لك انا اول 10000 متابع جم بعد 3 سنين. يا خبر. 3 سنين رقم كبير جدا. 10000 متابع. بس هل انت ساعتها كنت مستمر جدا ولا؟ كل يوم والله العظيم ده حصل. انا كنت بصحى من النوم الساعه 7 الصبح ادي دروس، اروح الساعه 9 و10 بالليل اقعد مع اهلي بتاع مرمطه بقى تصوير، وافضل مونتاج. طبعا ما كانش مونتاج ايام، ما كنتش بمنتج، كنت بحاول ان انا اطلع وان شوت. مش فاهم يعني ايه مونتاج. كان معايا لاب كورت ديو، يعني لو دلوقتي لو حوض سمك كان بحسن منه. فاهم ازاي؟ ومونتاج كنت برندر على مونتاج برنامج ضعيف جدا. عشان ارندر فيديو مثلا دقيقتين كنت اقعد 3-4 ساعات، والنت كان ضعيف جدا طبعا. كنت اقعد 3-4 ساعات عشان ارفع الدقيقتين. كان الرقم بيقعد مثلا طلعوا، كنتش عارف يعني ايه ضغط. الفيديو دقيقتين ده ممكن يطلع 30 جيجا ولا حاجه، فيبقى كبير. فانا عشان ارفعه فكنت باخد يومين، وفي الاخر ممكن ما يجيبش مشاهدات 100 مشاهده. بس انا كنت حابب. فده اصرار بصراحه. لا انا حابب. يعني انا عارف الفتره دي عامله ازاي في النت وفي الامكانيات. فدي حاجه صعبه. الحمد لله انا كنت حابب. دخلت بقى لا بدات ادي دروس في بلدي ما شاء الله. اتشهرت، اسلوب كان كويس. فبدات اعمل بقى شهر 4 2021 بعد كورونا بقى بسنه. كان كل ده الفتره دي لسه ما فيش الشهره، ما فيش الفيديوهات اللي بتتشاف، ما فيش. لا حتى يعني في بقالك 5 سنين. لا كل ده 5 سنين. يعني انا ممكن اكون 20,000 متابع اجمالي. ما حتى على الفيسبوك كانوا 3-4,000 ورحت ايفنتات وبتاع برضه ما كانش اللي هو الاقبال الكبير قوي. مين محمد دايما ما حدش عارفه. فاهم ازاي؟ جينا في حتى في حاجه دايما بقولها للطلبه، ودي ما بحبش احكيها بس عشان ايه هي مأساوية شويه. جيت في فتره كورونا الناس كلها وقعت، في ناس كتير وقعت فيها وفي ناس قامت.
سامعين يا رب، ربنا يديهم الصحه، ان كان مدرسين او اخواتي البلوجرز، كل في ناس قامت في ربنا يديهم الصحه يا رب ويرزقهم جميعا يا رب. انما انا لا، انا في الفتره دي بقى، ده كلام اول مره اقوله، والدي ممكن يكون اول مره يعرف الكلام ده لو سمع البودكاست. انا جات لي فتره انا كنت عايز انتحر اصلا والله العظيم. والله العظيم. ده في فتره كورونا اللي هي مش بعيده. لا ده احنا بقى نقف هنا، ده حقيقه بجد والله، اللي هو بيدي الامل للناس كان عايز ينتحر. ينتحر ليه بقى؟ ده اللي بتديه اصلا في ال5 سنين خالص، لان الفتره دي كان والدي مش شغال، المصاريف زادت عليه قوي، كان بيجهز اختي وبيجهزني، وحتى هو كان في ديون عليه، الاقساط مش عارف ايه. فطبعا معلش ايه، راتب حكومه هو والدتي مش قوي، كان اللي بيعيشنا النقاشه، ما كانش فيه نقاشه طبعا. وانا نفس الكلام، دروس معايا وقفت خالص، هديت في الفتره دي خالص، مش موجوده اصلا. بدات اروح البيوت وانا كنت رافض المبدا ده اصلا. 2 3 بدل ما كان بيدخل لك رقم كبير، دلوقتي ما عادش بيدخل لك حتى 1000 جنيه في الشهر. فالدنيا باظت معايا، فبدات احس ان انا بموت. حتى اليوتيوب الناس بدات تعمل انسبسكرايب، لا في حاجات كتير، فقلت لا، ما ضربه كانت صعبه، ما بديهاش بقى. حتى اختي طلعت عليا، وانا بزعل، لما بزعل بنام. فانا قعدت اسجد لربنا، قلت له يا رب، يعني انت عمرك ما بتخلق حد فقير، انت خلقتني مش عشان تمرمطني، انت خلقتنا عشان نعبدك ونبقى محسنين ليك. فانا شاكر ليك، وان كان ده درس فالحمد لله، وان كان ده عقاب فبرضه بحمد ربنا. فبحمدك يا رب وبشكر فضلك، بس اديني الامل ان انا اقوم من تاني. سبحان الله، اختي بقى لحقتني في اليوم ده، طلعت لقيتني نايم على الارض، مالك يا محمد وبتاع، قلت ما فيش. فخدتني نزلت تحت، هي فاهمه، كان الدماغ بتدور فيه. قعدت ادور في دماغي، طب انا ادخل النار اقول انا جاي في النار ايه، جاي في يوتيوب نهزر يعني هقابل ابو لهب وابو جهل اقول لهم جاي في يوتيوب، جاي في قناه يوتيوب نهزر، مش ماشيه. طب اقتل ابوك، طب ولا اعمل اي حاجه. المهم بعد فتره الحمد لله، شهر 4 2021 27 4 2021 شوف الرقم، طلب عندي، قالت لي ما تجرب يا مستر تدخل التيك توك. قلت لهم لا استغفر الله العظيم، معاذ الله، 6 شهور يا عم. ده كان لسه بدايه التيك توك اعتقد، شهر ده كان لسه بيبدا كان لسه الاول اسمه اعتقد ميوزيكلي، لا كان في 2021 بقى، كان بدأ في 16 كان اسمه دب سماش باين، دب سماش، وبعد كده غير ميوزيكلي، بعدين بعد كده تيك توك. تيك توك دخلته 27 4 2021 شهر 9 كنت مليون كنت 600,000 متابع، بسم الله ما شاء الله، وما خرجتش بره الشارع، ما اعرفش انا مين، ما اعرفش انا مشهور اصلا. انا خارج الشارع لقيت الناس بتجري ورا، فيه انت اهو عايزين نصور مع حد، انا عملت ايه طيب، صور معاه ليه؟ قال لك ان انت عملت حاجه ما حدش عملها غير خالص. كنت الاول ببوظ اغاني وحشه على الاغاني الاجنبيه، يقول كلام مش حلو، فببتدي ان انا ايه، اقول لهم لا ما تسمعش دي، عشان فسموني ايه، محطم الاغاني، تحفيز ما حدش عملها، محتوى تعليمي بالطريقه دي ما حدش عملها، ما حدش عمل الحاجات دي. فقال لك ده لا، ده شخص فريد من نوعه، ده نتابعه. كنت بزيد في اليوم مثلا 20,000 متابع كل يوم، 10,000 ل 20,000 8,000 6,000 ما شاء الله اقبال، فاهم ازاي؟ حتى لما جيت كنت بحضر ماستر في المنصوره، جامعه المنصوره، كان في ناس ايه ده انت هنا، معقول انت بتمشي على رجلك زينا؟ الناس انت بشري، انت مش اي، فاهم ازاي؟ فبدات ان انا ايه، اتعرف في الارض 1/1/2022. شوف الارقام جماعه، طبعا مهمه جماعه، لو انت لسه خاطب او متجوز افتكر الارقام دي كويس عشان هتتنفس. انا بقول لك 1/1/2022 دخلت الفيسبوك، شهر 2 كنت 100,000 متابع، ده بجد من غير اي تدخل، من غير اي، ده حاجه اورجانيك بفضل الله. حتى دلوقتي انا على الفيس مليون و100 وحاجه، لان لسه ما سمعتش المليون 200. على التيك توك قربت 20,000 على 2 مليون، فاهم ازاي؟ قربت على 2 مليون. على اليوتيوب لا، حكايه تانية. بعد كده يشاء عليه القدير، لا اتعرفت اكتر، دخلت على منصه سين مش هينفع اسمها طبعا، منصه اشتغلت فيها اونلاين، بدات ما شاء الله كام الف تدريس بقى. انا كان معايا والله بجد ما اكذب عليكم، كان معايا 123,000 طالب ثانويه عامه كانوا بياخدوا معايا ببلاش. ببلاش عشان بس الناس بتحسب بتضرب ببلاش، ضرب 23 في جنيه، لو في جنيه في جنيه. لا كان في منهم بفلوس شويه ضئيله، بس كان رقم برضو بالنسبه ل 123 كان رقم. وفي منهم ببلاش. ده التعليم ايه بالظبط؟ اونلاين، انجلش عامه ولا لا ثانويه عامه. ثانويه عامه انا ما اديتش كورسات انجلش عشان مش مؤمن بيها اصلا، فاديت ثانويه عامه. بدات ان انا اطلع منصه تيدكس، الحمد لله صنفت كمؤثر سوشيال ميديا 2 أو 3 مرات، كتب عني في كل الجرايد، كل الجرايد الحمد لله التقيله وكلهم. حتى تيدكس من اسبوعين بالظبط في ناس قلت اعتذرت خلاص انت ساتسفايد، وكانت حلم. كنت حتى رافع بوست 2018 انا نفسي اقف على تيدكس، فاهم ازاي؟ شايل عليه القدير من 3 أسابيع، وقفت على تيدكس في نفس الميموري بالظبط اللي كنت واقف عليه. دي كانت 7 أو 8 مرة الحمد لله يعني. فتيدكس الفت 4 كتب
وان شاء الله الخامس جاي في الطريق باذن الله تعالى. ايه تاني؟ لا كتير، حاجات كتير الحمد لله. غيرت مسار طلبه كتير جدا من ناحيه الحياه. تحكي لهم، تقول لهم مثلا القصه اللي انا بحكيها لك دي، لا تعمل، تحاول تقوم مره واثنين ثلاثه. ممكن النقطه اللي انت تقف فيها تكون اصلا هي بدايه انطلاقك. ده الاصل يعني. انت بتقول لي في الانجليش انت كنت مفيش خالص. ما انا هقول لك بقى حاجه، ندخل بقى في حته التحفيز اللي انا بحبها بقى. بص انا معايا حركه انا بحب اعملها في كل لقاء انا بعمله. بص دي فيزا. حلو. طبعا مش هنبينها، بس فيزا جولد. تمام. الفيزا دي يا مؤمن اهي ليك اهي. حلو. حد قدام ايه لايف والله ما متفقين عليه خالص، اقسم بالله ما متفقين عليه. دي مفاجاه اصلا. لو قلت لي الاول على الثانويه العامه 2024 الثلاثه الاوائل اساميهم الثلاثيه ايه بارقام بطايقهم، هديك 100,000 جنيه. لا مش عارف. نسحب دي خلاص، نعمل رهان تاني صغير وهتاخد الفلوس. ده انا عارف 10 جنيه بسيطه خالص. دي سهله دي. بيقول لك ايه، مين اول شخص طلع على الفضاء، على القمر؟ اسمه يعني بلاش دي. مين الرائد في جراحه القلب؟ مجدي يعقوب. خد ال10 جنيه. ماشي، خدها والله اهو. بص بقى ليه انا تحديتك التحدي ده. بص انا صاحب مقوله بتقول لك ايه، بي بايونير نوت نمبر 1. يعني خليك رائد في مجالك ما تبقاش رقم واحد. رقم واحد مين دلوقتي؟ كان الاول على الثانويه العامه، طلع مع الاستاذه الفاضله منى الشاذلي واتكتب عنه في كل الجرايد واتعامل معاه وبابا زغرت وجاب لي احلى موبايل. وقف بعد يومين بالظبط مشي في الشارع. مين انت؟ ما حدش عارف. ركب مواصلات برضه ما حدش عارف. ركب مترو ما حدش عارف. دخل الجامعه ما حدش عارف. يعني انا في بلدي في بنوته كانت طالعه اولى ثانويه عامه من بلدي، كانت مواليد 5، كانت الدفعه اللي هي لسه مواليد 95 95 كانت اسمها هند نعمان. دي الاولى على ثانويه من بلدي. بتمشي دلوقتي في ما حدش عارف، بس البلدنا عارفين. مين بقى هند تبقى في الموسم ما حدش عارف، بس انا هي دلوقتي الله اكبر عليها، انا بشهد وبدي لها تحياتي ان الله اكبر. دلوقتي دكتوره بسم الله ما شاء الله فظيعه في شاطره جدا الله اكبر عليها، ربنا يحميها يا رب. بس انا بتكلم على انت بقيت رائد غير لما تبقى الاول. صح. مش فاهم؟ لا انا فاهم. الاستوديو لا انا بفهم. انت فاهم طب. الاستوديو ده فيه رقم واحد، الاستوديو الثاني فيه رقم واحد، الاستوديو الثالث فيه رقم واحد. طلعهم لما تعمل حاجه غريبه خالص. يعني مجدي يعقوب اللي خلانا قلت لك اول ما قلت مين افضل جراح قلب، يعني في ناس اشطر منه انا متاكد وهيجي اشطر منه، بس اللي خلاه هو رائد، هو اللي عمل دي. فمين مثلا جينو مشهور بكلمه ابو سيد ابو سماحه ام جميله العسليه. جينو لو في حد تاني طلع باسم جينو انت بتقلد جينو. شكرا بس خلاص. ربنا يبارك له يا رب. احمد الغندور ويديه الصحه يا رب. احمد دحيح له اسلوب معين، ما ينفعش حد يجي ناحيته. طلع كتير يعني، ما ينفعش حد يجي ناحيته. حتى لو عملنا اوضه زي يقول لك انت بتقلد تحية. اي حد بقى واقف على رجله وبيكلم كاميرا وبيتحرك بس وبيعمل نفس الحاجه يقول لك انت اللي هي الفيش اي دي اللي يقول لك كده بتقلد ده. فكل واحد له انت بايونير. فانا لو لعبت على الحته دي انت تبقى ما فيكش حل. لو انت طالب ثانويه عامه بتسمع او حد عموما وانت بتذاكر عموما، حاول تحط في الكود ده قدامك بي بايونير نوت نمبر 1. انا بذاكر عشان ايه؟ ودايما بقول لطالب الثانويه العامه انت عامل زي اللي ماشي بخطه العين وصابتني ورب العرش نجاني وعك ربك وفوق وانا درويش وماشي بنور الله. يعني انا دلوقتي انا ومؤمن نازلين السوبر ماركت دلوقتي، مش متفقين هنشتري ايه، هنعمل ايه؟ هنلف حوالين نفسنا عشوائيه. انما انت نازل السوبر ماركت هتشتري ايه؟ لبن. حلو. هتعمل ايه باللبن؟ هعمل مثلا نسكافيه. طيب بعد ما عملت النسكافيه هشربه بقى. اشرب بقى وهذاكر في خطه. ماشي احنا فرحتي جبت اللبن، عملنا النسكافيه، ماذا بعد؟ يعني ايه صح. وفي ناس للاسف اما ما بتنظمش الاولويات ممكن تعمل اي حاجه ملهاش لازمه ويحسس نفسه ان هو مشغول. فاهم؟ لا فانت تلون حياتك ازاي؟ تلون اللي هو مثلا جبت ده في خطه بقى. جبنا اللبن، عملنا نسكافيه، بعد كده مش عارف هقعد هتفرج على فيلم، ماشي دي خطه. طيب بلاش طالب، لا هقعد اذاكر كذا كذا كذا. ودي بقى العشوائيه. عشوائيه في ناحيه ان انت دلوقتي مثلا قلت انا هذاكر النهارده مثلا الساعه كذا للساعه كذا. اسمع بقى الحته دي. الساعه كذا للساعه كذا دي بقى كل طالب ثانويه عامه بيعملها. هذاكر من الساعه 7 للساعه 9 انجليزي، تيجي 7 ودقيقه خلاص الوقت راح، ابدا بقى من 9 انا هقوم اذاكر بقى في الحته الثانيه. فاهم ازاي؟ لا 7 بتبتدي الساعه 8 بقى ان شاء الله. طب انا بقى بقول لك ايه، لا تتوقف عندما تتعب ولكن توقف عندما تنتهي. يعني هبتدي من 7 ما اقولش دي النهارده اذاكر انجليزي وعربي وكيمياء، اذاكر الباب الاول او يونت 1 ومش عارف كام، بس ما تقومش غير لما تخلصه. خلاص الساعه 9 بالليل 10 الصبح 8 بعد الظهر السنه الجايه. لا تتوقف عندما تتعب ولكن توقف عندما تنتهي. هي دي الخطه. والحاجه كمان بقى اللي هي طالب ثانويه عامه اللي هيموت ويسمعها، انظم وقت ازاي، اذاكر ازاي اصلا، اعمل ايه. انت فاهم ازاي؟ قبل ما تعرف انت هتعمل ايه، اللي انا طالبه منك حاجه بسيطه قوي، ودي بحب اقولها في كل بدايه كلامي. يعني غير الشله اللي حواليك. يعني
لو انت صاحبت 5 فاشلين انت تبقى السادس وش. صاحبت 5 ناجحين انت تبقى السادس برضه. حلو الكلام. الغباء معدي والذكاء معدي، هو بيبقى عاوز يمشي كل حاجه في معدية. نفس الاتجاه بتاعهم برضه. زي مثلا انت جبت طماطمايه ضربه في وسط ال 60 70 طماطمايه، بوظ الدنيا. كل هي دي هتبوظ ده كله. انت فاهم ازاي؟ هتقولي ده دي اللي هيغلب على حسنه بتخص والسيئه بتعم. ده اللي بيحصل. الوحش دايما هو اللي بيسود. فاهم ازاي؟ يعني هديك مثال. زي مثلا عماره 20 دور فيها شقه وحشه، العماره دي مش هتتشير غير بالشقه الوحشه دي. مع ان ممكن يكون فوقها يعني احد الصالحين، صح. مفسرين القرآن، فاهم ازاي، علماء في الفيزياء، علماء في الكيمياء، بس في شقة وحشة في النص. عارفين ان الشقة دي اللي مبوظة العمارة كلها. يقولوا انا رايح اسين مثلا العمارة 13 14 ده ايه اللي وداك هناك؟ فاهم ازاي؟ فشهرت ليه؟ عشان في حاجة وحشة مبوظة الدنيا دي كلها، اللي هي البلاك شيب بمعنى اصح. ايوه صح. حاجة كمان اللي هو مثلا اعرف قيمة نفسك. سي مثلا ازازة المية، الشباب اللي العسلية الجميلة اللي بتقعد تلعب دومنا بتاع على اي قهوة بلدي بتنزل لك ببلاش، حنفية ببلاش. روح اشتريها من سوبر ماركت 5 جنيه 10 جنيه. روح اشتريها بقى من المطار، روح اشتريها من دبي. رقم معناه ايه؟ نفسي ازازة المية. فانت ده انت عارف قيمة نفسك في وسط اصحابك، لقيت نفسك انت اشطر. خدها مني معلومة، ده مش شرط يكون التعليم بس. انت لقيت نفسك في الشلة بتاعتك اشطر حد فيهم وامهر حد فيهم، مش هتتعلم. لا امشي. انا بقول لك اسحب نفسك، مش هتتعلم. لازم تكون انت كل واحد بيصب الف التاني. يعني انا التيم اللي معايا بسم الله ما شاء الله كلنا عندنا افكار. كان ايمن جوز اختي، ان كان اسامه، ان كان صابر، ان كان ريم، ان كانت ناديه، او ممكن اقول لك اساميهم كلهم، ان كانت ضحى، ان كان المدرسين اللي معانا بسم الله ما شاء الله عليهم كلنا بنصب في قالب واحد. اجينا هنعمل النهارده اقول لهم طب بقول لكم كل واحد يطلع فكره، نشوف احسن يلا حاجه احسن حاجه نطلعها. ليه؟ ما ينفعش ان انت تبقى كل شويه انت اللي بتدي افكار، كل شويه انت هتزهق، وفي نفس الوقت العظمه هتركبك. تحس ان انت خلاص ما فيش حاجه تانية تعملها، انت يعني العظمه هتركبك. فاهم ازاي؟ انا ما فيش الا انا المدير. انما طول ما انت في تجديد ده فده طالب ثانويه عامه. لا يا معلم، انت تعمل ايه؟ كل هدوء، شله انت فاشل، اللي حواليك فاشلين، بالراحه شيل نفسك، شد نفسك. حتى لو ما فيش شله تانية، يعني اقعد انت اشتغل مع نفسك دي انت يعني معلش. دايما بقولها لكل طالب بالراحه كده، كل هدوء. انت عندك كام ماده؟ 6 يا عم ازهر بتسمعني، 18 ماده. وراك ايه؟ هي مذاكره، ده وقت وراك مصاريف. وراها تروح مثلا تخرج من البيت تجيب، ما فيش. 99% من اللي بيسمعني طلبه اهليهم وربنا يبارك فيهم يا رب، هم اللي بيصرفوا عليهم. 1% هو اللي بيصرف على نفسه، ربنا يديه الصحه يا رب، ويبقى ايه حاجه كويسه. وهتلاقي على فكره ده بيذاكر كويس جدا، احلى يعني منهم. بص الحاجه لما تجيلك بالساهل بتبقى غير لما انت بتتعب فيها طبعا. طيب انت دلوقتي وراك ايه؟ وراك عيل؟ ما وراكيش حاجه. وراك زوج؟ ما وراكيش حاجه. وراك ايه؟ وراك زوجه هتجيب لها اكلك؟ ما وراكيش حاجه. انت خلقت للعباده، خلقت يعني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دي عباده، والعمل عباده، والمذاكره عباده. ما ده عباده. الناس كلها مفكره ان ربنا خلقنا للعباده اللي هي عباده الله اكبر سمع الله لمن حمده وسبح ربنا. لا، العباده العلم عباده. ودي انت ده علم، انت ربنا خلقك لكده. انما للاسف لا، هو مفكر اتفرج على اليوتيوب اجيب المراجعه النهائيه بتاعت جين هوبا حفظت كلمتين ادخل الورق. اجي بقى في الكليه ادور بقى بعد ما اخلص 4 سنين كليه، يا نهار ابيض انا بعمل ايه؟ انا بقى مش فاهم حاجه. ويجي يقول لك ده انا مش لاقي شغل. صدقني وبقولها، واول مره اقول الكلام ده قدام حد، واول مره اقوله في لقاء، وادي كلام التصريح اللي انا اقوله ده، ربنا ما بيخلقش حد فقير خالص. وهقنعك ربنا يعني معلش ما يقدرش يخلقك، هو انت عبد له كل حاجه، بس هو يخلقك ليه؟ مرمطك ليه؟ وخلقك للعباده. وهديناه الايه؟ النجدين فلا اقتحم العقبة. انت تختار الطريق ده او الطريق ده، سواء في الدنيا او في الاخره، انت حر. انت فاهم ازاي؟ الانسان مخير ومسير في نفس الوقت. حلو الكلام. وربنا حط دستور في القران مؤمن جميل، او قال لك وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. وقال لك وقال ليس للانسان، ما قالش وقال ليس للمؤمن، ولا ليس للمسيح، ولا ليس للبوذي. كده ربنا بيرزق ملهاش علاقه. طول ما انت بتدي هتدي. وما انفقتم من شيء فهو يخلف. هتنفق علم ربنا يديك علم، هتنفق وقت ربنا يديك وقت، هتنفق فلوس ربنا يديك فلوس. ما قالش وما انفقتم من اموال، وما انفقتم من شيء. صح. تمام. انفق علم ربنا يديك علم، زود مجهودك. ايه اللي هيحصل؟ اقعد ذاكر اكتر. انا اسف اللي اقوله، هي ممكن تكون حته تقيله. انت ايه اللي دخلك ثانويه عامه اصلا؟ ما دام ما انتش قدها ما تدخلهاش. ده اللي انا عرفت. مرمط ابوك وامك ليه معاك؟ يا بابا معلش يا بابا لو سمحت انا عايز الملزمه الفلانيه. خد يا حبيبي. يا بابا انا عايز الكتاب بتاع مستر جينو. اتفضل يا حبيبي. يا بابا انا عايز الكتاب بتاع سين. اتفضل يا حبيبي. يا بابا انا والله مش قادر ادفع لي النت عشان انا محتاجه دلوقتي. اتفضل يا حبيبي. نيجي اخر السنه بلح مش موجود.
هو ما سعاش اصلا خالص. يعني هو بياخد الفلوس عشان يرضي ضميره ويروح يجيب وده بنشوفه، ده انا بشوفه في الاونلاين معايا في آه. ناس كتير بتدفع الاشتراك سنوي وما بلاقوش ما اتفرجتش على الحصه وبطرده، برجع له، بتصل على ولي الامر بقول له انا باخد فلوس حرام، برجع له ولي الامر اقول له حرام عليا نفسي انا ابنك ما اشتغلش معاه خالص، دفع وما استفادش حاجه ولا في متابعه معاه ولا في اي حاجه، ما فيش الكلام ده. فانا ممكن اقول لك المذاكره بس في الاخر يعني انا هديك كل خطه المذاكره بس ما مشيتش عليها، لازم تنفيذ يعني. لازم تنفيذ، ما انت فاهم ازاي. انا علمتك سواقه العربيه كده حلو، خد غيار اولاني، دوس دبرياس سنه سيب بنزين مش عارف ايه واطلع، مفيش عمل حلو. يلا اكتب لك، قول لي ازاي هنعمل البتاع، اكتب تيجي 100%. يلا بينا على اول عربيه نلبس في اول جدار انا وانت بالظبط. طب لو عاوزين نيجي هنا للحته بتاعت الطالب اللي هو فعليا بيذاكر بس بيجي عليه وقت بقى الاحباطات، ما انا هقول لك بقى، ما ده كل ده انا مريت بيه. بص يا حبيب قلب اخوك، بص يا ابو سيد، انت مسامح انت المستقبل بتاعك هو الماضي بتاعنا. ايوه ده حقيقه صح. فانت لسه هتعمله، احنا عملنا، انا ومؤمن عملنا. جات لنا حاله احباط اكيد جالي مليون%. مش قادر. كل ما يجي لك حاله احباط افتكر حاجه واحده بس، انا هنا بعمل ايه. حلو جدا. بس انا هنا بعمل ايه، انا بذاكر عشان ابقى ايه، عشان ابقى كذا. بص يعني دلوقتي اللي مشي 1000 خطوه ووصل مثلا للخطوه 200، انت فاهم ازاي؟ ما تبصش ان انت فاضل لك 800، لا بص ان انت مشيت 200 مش فاضل 800. ما تبصش ده لما يبص لحد تاني بيتعب فعلا. في مثل جميل جدا بيقول لك ايه، لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد الاخرين. الله يسلمك. سي مثلا انا دلوقتي في فرق بين واحد بيزرع برسيم وواحد بيزرع نخل. البرسيم كل موسم هيحصده حصاد سريع بس مش حلو، لازم يتعب فيه كل شويه، لازم يعني اول مره هو سريع هيحط له بذره، بعد كده يراعيه يشوفه ويراعيه ويقطعه، بعدين يحط تاني البذره ويراعيه، وبعدين كل شويه نفس الروتين. انما اللي زرع النخله لا، صبر عليها وسابها بقى لوحدها يرويها بس، هي بعد كده كل سنه يا حبيبي اجمل نجاح بقى ده بقى اللي انت تعمل النجاح. فتاني لا تقارن بدايتك بمواسم ايه حصاد الاخرين. طالب ثانويه عامه بيبص لزميله، انت ده احسن مني، ده جاوب الباب الاولاني وحافظه، انا ليه تقارن نفسك؟ المقارنه دي مشكله سودة. انا قارن نفسي بغيري ليه؟ ما تقارن نفسك بنفسك. الشخص الذي اطمح ان اكون افضل منه هو انا بالامس، انا نفسي اكون احسن من نفسي انا من امبارح. اما انا ابص لغيري ليه؟ ما بص مثال بسيط يا عم، انا دلوقتي مثلا واحد اسمه احمد واحد اسمه محمد. احمد ده عنده 25 سنه حلو. ومحمد ده عنده 40 سنه. مين اسرع في ايه؟ مين اسرع في الجري؟ احمد. حلو. احمد بيجري على نجيله، بس محمد بيجري على رمله. مين اسرع؟ هتبتدي تسكت شويه. احمد معافى بدنيا، محمد عنده رجل مش قادر يمشي بيها شويه. مين اسرع؟ مستحيل تبتدي كل شويه ايه، ما تعرفش بقى مين اسرع، النخله ولا الطياره، مفيش فرق. فاذا ان انا عايز اوصل، انت ما تعرفش غيرك عامل ازاي. ممكن يكون الشخص اللي قدامك ده ذكي جدا والله اكبر عليه، بسم الله ما شاء الله بيطلع من الاوائل. ليه بقى؟ لانه ممكن يكون هو الخليفه اللي ربنا خلقه لاهله عشان يقومهم من اللي هم فيه، مثلا حالتهم الماديه مش الطف حاجه، ده يبقى دكتور ويقومهم من الفقر اللي هم فيه او من اي حاجه. انما انت ربنا خلقك في بقك معلقه ذهب وفاشل، انت فاهم ازاي؟ انت ليه بتبص لحد تاني؟ ما تبصش بقى لحد، ما تبصش، قارن نفسك بنفسك بدل ما تبص وتضيع وقتك في المقارنه. ادخل اشتغل، اعمل اللي نفسك فيه. حته بقى المذاكره اللي هم مستنينا ان انا ابدا حياتي ازاي، ابقى ايه الخطه اللي انا اشتغل فيها، اعمل خطه ازاي، ابتدي منين. كنت بعملها في الماجستير وبعملها في الكليه. اول حاجه بعملها ان انا لا الكليه لا، عشان الله اكبر علينا كنا فاشلين يعني. الماجستير الحمد لله طلع الرابع على اكتر من 300 او 400 طالب يعني كانوا ساعتها. عملت ايه؟ اول ما بدات اخد المنهج قريته كله اصلا. ده تحفه كله. ليه انت بقى؟ ما بتقعد خلاص تسمع من اي دكتور الموضوع، بس انت خدت حصيله 10%. المستر او الدكتور هيشرح في حصيله كمان 30%. كده انت سمعت الشرح مرتين، هتروح تذاكر كده بقى 3 مرات، مش غريب على ودنك. حاجه كمان، كنت بحل امتحانات قبل ما اذاكر اصلا. وعملتها في ثانويه عامه. شوف الاسئله اللي بتقف معاك ايه. وعملتها في ثانويه عامه. انا لحد لو حتى الان دلوقتي انا بعملها في ملزمتي وشغلي، بعمل روابط واشوف المصحح اللي هو اللي بيحط الامتحانات، الموجه او المستشار الماده بيفكر ازاي، بيعمل ايه، ببتدي طلبه. فالحمد لله في المراجعات اللي انا بجيبها بفضل الله تعالى بيجي منها كتير جدا في الامتحان بنفس الاسلوب لان انت فاهم الدماغ ماشيه ازاي. انما ان انت تحل كتير على الفاضي ملاش لازمه. تعلم من اين تؤكل الكتف. دي تؤكل الكتف، خبطه بالمرزبه والعشره بالايه بالشاكوش. ان انت تدور على الاسئله وبعدين تحل. حاجه كمان، وكلهم متراهن اللي هم عملوا حاجه زي دي، ما حدش فيهم حاول يعمل حاجه اسمها امتحان شهري او امتحان شامل لنفسه. ايه اللي مخلي المدرس ناجح؟ انه بيشرح البتاع المعلومه مره واثنين وثلاثه و10 و20. طب ليه ما طلعش روح المدرس اللي جواك؟ ان انا كطالب ليه ما طلعش روح المدرس اللي جوايا؟ انا طلعت روح المدرس اللي جوايا
بقى ماليش احنا نقدر نقول على اللي انت بتقوله ده يعتبر ازاي يذاكر الانجليش مثلا في الثانويه العامه، اي حاجه، اي ماده، اي مذاكره، اي ماده. يعني انا هديك مثال بسيط خالص، مثال زي ما بيقولوا عبيط خالص. ننزل تحت. انا دلوقتي قلت لك خد يا مؤمن احفظ دول اجود انواع البن في العالم. حلو. احفظهم لي وسمعهم لي. حفظتهم سمعتهم يومين وقلت لك تعالى سمعهم، نسيتهم. شفت انت اكيد هتنساهم. انما احنا قاعدين قلت لك طلع التليفون وقول لي ايه اجود انواع البن، وابحث عنهم واخرج برجع في التويليت واجي وعلى ما تكون خلصته تعالى اسالك لحد يوم القيامه. لف ده الفكره. انا اللي اشتغلت على نفسي عشان اجمعها. المعلومه اللي بتتعب فيها عمرك في حياتك ما بتنساها. ده اللي انا كنت بعمله. انا بجيب الامتحانات من ورا مش فاهم حاجه، مش فاهم هوا هنا في بخاخه مش فاهم حاجه. ايه ده، بنيل الدنيا. اروح جاي بقى على الامتحان او الاجابات او الدرس وابتدي اشرح. تصدق صح، ايوه ده انا شفت دي، ايوه انا شفت دي، انا شفت دي. واروح جايب امتحان لنفسه ستوب واتش ساعتين وكانه امتحان بجد، واحصر دماغي كلها في الورقه. دي بقى اسمها نظريه الاستصحاب. ذاكر كانك في امتحان، او حل كانك في امتحان، او هيئ نفسك ان انت في امتحان، او طلع روح المدرس اللي جواك. دي احلى نصيحه ممكن تقولها. بلس الطقوس، الطقس اللي انا بحبه وبعشق اي مكان فيه بخور، فيه مسك ابيض، بخور المسك الابيض او المسك الاسود. دي ما حدش اتكلم فيها. لا انا قلتها، انا الوحيد اللي قلتها على اليوتيوب. بخور المسك، الروحانيات، ان انت تبقى عندك الروحانيات داخل مكان كده فيه روحانيات. يا اما ريحه نعناع وما تبقاش بني ادم براس بخاخه، ريحه نعناع، مش تشرب نعناع. تشرب نعناع هتنام. انما ريحه النعناع. حتى في اليابان بيبخوا نعناع عشان الانتاجيه. ريحه النعناع. ريحه البخور. انا لما بنزل الحسين او المعز ببقى مش عايز امشي. وانت اكيد الروحانيات. فانت تحط روحانيات وتبقى بتاع قبل ما تدخل الاوضه مثلا شغل قران كريم، اقرا، صلي ركعتين لله، اقرا القران، اي روحانيات اعملها. تمام ازاي؟ المهم ان انت يبقى في روحانيات في المكان. طول ما في روحانيات الدنيا بتبقى هاديه وقاعد كده مديتيشن. انما انت داخل اصلا في ريحه شراب مركون ورا الاوضه، مفيش تنظيم لاي حاجه، مفيش تنظيم وعشوائي وبتاع لا وليه؟ هي بس الروحانيات الجميله، وتبتدي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتشتغل بس. طب الشباب اللي شايفه ان هم بعد الثانويه العامه دي كلها والطحنه اللي هم فيها هيخلصوا كمان الكليه اللي هيخشوها ايا كانت بقى هي دخلوا مجالهم ولا لا، عارفين ان هم يطلعوا يقبضوا 3000 جنيه، ده تقول لهم ايه؟ يعني الشباب دي اللي هي بتفكر بالطريقه دي. بص هقول لك، انا لو كنت بفكر بتفكيرهم، هات لي موظف كده بيشتغل من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 5 عنده عربيه بي ام موديل السنه. صعب يعني. ده روتين. ده روتين. وده مش معناه ان انا غنى فاحش يعني، بس عشان تبقى فاهم. بس انت فاهم ازاي؟ ده روتين. بس شغل الفريلانسنج ده انا بسميه ده احلى حاجه في الدنيا. بمعنى المهاره، لو ما عرفتش، انت عندك مهاره ما عرفتش تحولها فلوس، فانت فاشل. مش هقول لك اكتر من كده. طب انا ما عنديش مهاره، اتعلم مهاره. صح. اتعلم مهاره. زي انا مثلا دلوقتي مثلا انا اتخرجت من كليه الاداب قسم اللغه الانجليزيه. طيب انا لو ما كنتش اشتغلت على نفسي ما كنتش هتبقى مدرس. طب رحت اشتغلت في شركه شغل روتيني حلو 3-4 آلاف، علاوه تستنى بقى المرتب اللي هو العلاوه يزيد 10% 20%. طب انت فين؟ ادخل جمعيات واقساط واسب واعمل وبالذات الشباب كمان، يعني بعيدا عن البنات اللي بتشتغل دلوقتي، انا بتكلم على الشاب اللي هو المفروض هيعمل بيت، فيجي يحسبها كده يلاقي نفسه هيتجوز في 2050. لا هو التفكير، بص حاجه كده انا مؤمن بيها، في حديث عن رسول الله، او مش عارف هو ده حديث ولا لا، بس انا مؤمن بيها واعتقد انا مؤمن بالكلام ده. انا شفت لو انت نويت تتعلم ماسوره الرزق بتتفتح من حيث لا تعلم. لو انت نويت تتجوز نفس الحوار، نويت تبني نفس الحوار. شفنا احنا الكلام ده بعينينا. طول ما انت ناوي تتعلم والله ماسوره الرزق كده الحنفيه بتتفتح. عايز تتجوز هتلاقيها بتتفتح، واكيد شفت عايز تبني بيت نفس الحوار. فما تجيش تقول لا انا الجواز انا مش عارف ايه، ربنا ما بيحبش حد يختبره. قلت لك في اول كلام، ربنا ما بيحبش حد يختبره، وما بيحبش، وما فيش حاجه اسمها ان انا عبد فقير. ده انا مؤمن بالمقوله دي، وما فيش، لا انت اللي بتخلي ده بيبقى تسكين شويه للواحد بيسكن نفسه. هو ده بقى رزقنا ما احنا قلنا في نوعان من الرزق، رزق يطلبك ورزق تطلبه. اما الذي يطلبك هو بيطلبك ياتيك على ضعف منك، اما الذي تطلبه ياتيك على ساعه. الاول عدل والثاني فضل. فاهم ازاي؟ يعني اول فضل والثاني عدل. بمعنى انا المولود اسمي محمد من عيله كذا من كذا، دي انا، ده انا مولود مثلا نظره ضعيف او نظره شديد، ده انا، ده محمد. انما محمد هيبقى ايه انت قدامك اهو. يعني سي مثلا انا ممكن دلوقتي حدش مرتب الامور، انا ممكن اروح ماسك المايك واخبطك فيه. ممكن لا، انا مخير دلوقتي. انت مخير. ممكن ادلق القهوه، ممكن لا.
فاهم ازاي؟ انما احنا قاعدين لا قدر الله مثلا مش عارف اللي حصل فهي وقعت غصب عننا، لا دي بقى مش بارادتنا، ده قدر، ده قدر بقى، ما مش بارادتنا. لا قدر الله مثلا المايك ده وقف، لا ده مش بارادتنا، انما في حاجه انت بايدك تغيرها ولا لا، دي بارادتك انت. يعني ده اللي كلامه ده كده سيدنا علي اللي قال الكلام ده مش انا. سي مثلا نرجع نرفلكت للايه اللي انا لسه قايلها دلوقتي، اللي هي وليس للانسان الا ما سعى. انت هتحط هتلاقي، هتعمل هتلاقي، ما فيش غير كده. لا عشان كده ده كان بيسالوا ليه الغرب دايما رغم ان هم مش اسلاميين عندهم الثقافه او عندهم التحضر اكتر مننا كعرب مثلا في الحته دي. رد عليه قال له سواء كنت تقرا البقره او كنت تعبد بقره لا فرق عند الله في السعي الدنيوي. انا مش دعوه بالاخره، في الاخره لينا رب هيحاسبنا. انت بتعبد سين، وده يعتبر حسابك في الدنيا، انت بتعبد ربنا، لا بتعبد اله تاني، لا دي بتاعت ربنا. ده مش انا وانت، مش انا مش الشيخ، انا مش محمد ايمن، انا مش ذاكر نايك يعني عشان اقول لك حاجه دي. فاهم؟ انما في الدنيا لا، انت في الدنيا هتتحاسب على سعيك. فاهم ازاي؟ قمت من بيتك، واحد يقول لي طب انا مش قادر اقوم، النت، اما انت بتسمعني دلوقتي ده دليل في نت. سامعني؟ ادخل على، مش هننفع نقول الكورسات بس في كورس، انت لو كتبت بس على النت، انا اقول لك حاجه صغيره اكتبها MOOCS بس، موكس، اتعلم مهارات كتير جدا كتير. اتعلم لك مهاره المونتاج. واحد يقول لي طب انا اتعلمت المونتاج ومش لاقي حد منتج له، طب اعمل ايه؟ اجيب منين كلاينتس؟ سهله، منتج، روح لاصحابك القريبين منك زي ما انا بدات في الدروس. ده بنت خالتي بديها، بنت عمي، بنت خالي، تمشي ايدك على الاقل، مشي ايدك الاول، لان كده انت في الاول ربنا بيديك على زي ما بيقولوا بالفلاح بتاعنا على قد رجلك، او مد لحافك على قد رجلك، او كل برغوت على قد دمه. فانت دلوقتي ربنا بيديك حاجات صغيره تجرب فيها عشان لما ربنا يكرمك وتبقى مهائل الكبيره تبقى انت دخلت فعلا، تبقى انت كواليفايد للحاجه دي. فاهم ازاي؟ انما مش هينفع اديك للاولانيه، هتبوظ الدنيا، سمعتك هتبوظ من قبل ما تبدا. فانت لازم تبدا ستيب باي ستيب، ما ينفعش تطلع مره واحده. فاهمني ازاي؟ هو ربنا عارف ان انت لو طلعت مره واحده اصلا هتبقى حاجه وحشه ليك، هي وحشه. فبتاخد ايه في اكسبيرينس كل شويه، مره واثنين وثلاثه. ابدا الاول بمعارفك، اتعلمت مهاره الجرافيك، بتصور مع اصحابك عجبهم التصوير، هياخدوك في افراح، هياخدوك في سيشنز، هياخدوك في بودكاست زي اللي احنا فيه ده. لا ده احلى واحد. سي مثلا اتعلمت، مش هينفع نقول برامج، في برامج معينه كده اتعلمتها وكلها ايه يعني اشتراك 15 جنيه في الشهر ولا 100 جنيه في السنه، مش رقم. حاول خبط، ادخل على اليوتيوب اتعلم. فاهم ازاي؟ فانت حلو جدا. انا عندي برضو نقطه هنا كويسه، انا بشوف ان اي حد عنده مهاره لازم يبقى مشهور بالمهاره دي مثلا. فاللي هو اسهل حاجه في الوقت الحالي دلوقتي السوشيال ميديا. اعمل اي حاجه بتعملها، ابدا نزلها سوشيال ميديا، اتعلم ونزل، اتعلم ونزل، واتساب يعني. نزلها واتساب ستوري لاصحابك، اعمل اي حاجه تخليك تتعرف، تتشهر بعد كده هتبقى المهاره دي تحول لفلوس. زي مثلا انا عملت الصوره، اقول له يا عم اعملها لك انا ب 50 جنيه بدل ما هي مره 200 300 اعملها لك انا ب 50 جنيه. واحد عايز يعمل تصميم غلاف كتاب، بدل ما 200 جنيه اعمله لك ب 50 جنيه. معلش ابدا في الاول كده، جبتها بفلوس، مره في 2 في 3 تلاقي في مكتب بيكلمك. صح. لما يبقى عندك جاليري كبير جدا من الحاجه اللي انت بتعملها، او في مكتبه كبيره، ستوك من الحاجه اللي انت عملتها، تروح تقدم على اي شركه مثلا كبيره، تقول له والله ده الستوك بتاعي، بص كده في الشغل، جميل. انما انت راح اصلا الشغلانه من الاول وما عملش اي حاجه، اقول لك بتعرف تعمل ايه؟ يقول بعرف اعمل شاي، ما تعرفش تعمل اي حاجه. فاهم ازاي؟ فانت لازم الاول تجرب اللي انا اقوله الشغل الروتيني ده بالله عليك ابعد عليه. انا خريج تجاره بشتغل في المحاسبه. يعني انا جوز اختي ايمن البيطار، ايمن اصلا خريج هندسه اصلا، يعني هو مهندس مدني وكان مدير مشروع موقع، واشتغل في مجالات الهندسه المدنيه وقت طويل جدا. انا نفس الحوار، اشتغلت في مجال الدروس. فبقول له وادي ايمن قاعدين مع بعض كده، قلت له ايه رايك في البيزنس، يلا نعمل شغل فريلانسنج. قال لي ما تجملش الكلمه، احنا على باب الله، قول ان انت شغال باليوميه، صنايع باليوميه. قلت له يلا باليوميه. والله العظيم يا مؤمن، عملنا انا وهو، اشترينا ويب سايت، هو سالف الفلوس انا سالف الفلوس من والدي. كان الكلام ده في اول البدايه خالص. اشترينا الموقع ده ب$4,500. هو سالفه من الفلوس من والدته، وانا سالف الفلوس يعني من والدتي ووالدي. وبابا كان مؤمن جدا بمحمد، يعني انه يعمل حاجه ان شاء الله يشاء عليه القدير. الويب سايت ده بفضل الله تعالى خلاني اعمل عمره، وايمن الله اكبر عمل حاجات كويسه. فتحنا شركه. إيه؟ كان بس اتقفل، كان كورسات مجانيه. احنا بنكسب من جوجل ادس عشان ابقى صريح يعني، بس هو ايه، بس انا ما بديش ايدي في جيبك واقول لك تعالى هات لي حق الاعلان. انا بديك الكورس مجاني وما بكدبش عليك، بس انا بكسب عن طريق الترافيك وبجيب لك كان معايا تيم كبير جدا شغال في الحوار. كان اسامه النجار ده لوحده حد الله اكبر عليه، مالتي تاسكر يعني ما شاء الله عليه. بس كان معانا ناس تانية، بس هو الهيد بتاعهم يعني. فاحنا عملنا ب$4,000 ونص عملنا مشروع، وعملت الشركه اللي انا فيها مناهج. عملت مناهج ما شاء الله بال$4,000 ونص، بدايه مناهج ب$4,000 ونص. فاهم ازاي؟ اللي هي الشركه ما شاء الله بقى بدري يعني من فتره سنه ونص، سنه و3 شهور حاجه زي كده. مناهج دلوقتي ما شاء الله احنا عندنا فوق ال 22,000 طالب الحمد لله يعني في
في المنصه، زائد كمان ان هي بدا دي ثالثه ثانوي بس ولا اولى وثانيه؟ كله اولى وثانيه وثالثه حاليا، وان شاء الله ده تصريح واول مره يعني انت حد يقولوا ان شاء الله مناهج هتبقى الفتره الجايه هتبقى كورسز انجلش، جرافيك ديزاين، كل الكورسز اللي نفسك فيها هتبقى موجوده ان شاء الله، وهنعمل حاجات فور فري كتير. حتى انا بتعاقد جدا مع للشباب اللي هتخلص ثانويه عامه. انا بشوف ان هم المفروض يبداوا يعني حتى لو جنب الكليه لو يقدر ياخد كورسات، حتى لو اوقات بسيطه في الاجازات والكلام ده كله مهم والله جدا. والله كان في ولد سمع التحفيز نفس الكلام اللي بكلمه كده، قلت له قال لي يا جون انا عايز كورسات مش عارف، كنت انا رافع كورسات HR وبتاع، فهو خدها اللي هي كانت عن طريق الموقع بتاع الويب سايت اللي هو كان اسمه الكتاب، بس هو اتقفل يعني. خدها الكورسات دي بعد بالظبط 3 شهور لقيته باعت لي الرساله ده محتفظ بيها لحد الان. قال لي انت سبب بعد ربنا ان انا دلوقتي مدير HR ال 11 فندق في دبي. والله العظيم بص يعني كميه اشعاره في الجسم، انا ببقى مبسوط. ده احلى حاجه، ببقى مبسوط. غير بقى لما تلاقي طالب بقى، انا اسف اللفظ اللي هو انا اسف والله، طالب قليل الادب يجي يقول لك يا عم ده عمل ايه في حياته ولا كفايه عندي الدعوه دي، انا ببقى غيرت حياه ناس كتير وانقذت كذا بنت من الانتحار وكتير الحمد لله يعني. شباب ثانويه عامه اصلا، شباب ثانويه عامه جايه تنتحر، بتقول انا هنتحر بسبب الفيزياء، قلت لها تدخل النار في فيزياء، انا هنهزر، ما تدخلي في حاجه ليها قيمه، حاجه لها قيمه كده في مجموعه تدخل. فبدات يا بنتي لا وانا مريت بنفس المرحله وكذا وكذا، خلي بالك والكلام ده كله. برضو الابس اند داون عشان الناس تفكر ان اللي انا اقوله ده حياه وردي. انا في قناه اليوتيوب الاولانيه جينو تي في الاولانيه كان فيها 203,000 وكان في حد عايز يشتري القناه مني قال لي هشتري المتابع ب 2 جنيه. فانت بتتكلم في 406,000 بلس كمان كان فيها $1000 هوا كله راح هوا. ده من ايه بقى؟ انت حكايات مش هينفع نقول بسبب ايه، بس عشان بس احنا في اليوتيوب مش هينفع نقول ايه، بس راحت يعني حاجات، حاجه ليها الشرف انها راحت بس مش مهم يعني. جيت الويب سايت نفس الحوار، حصل تبليغ كذا مره من المنافسين ليا قفلوه، كان الموقع ب $17,000 شكرا. لا. بدات من الصفر، عملت قناه يوتيوب جديده لمحمد ايمن اللي هي دلوقتي جيني تي في 2 برضو بفضل الله تعالى، دلوقتي بنتكلم في حاجه و80,000 وفي فيديوهات دخلت ترند ما شاء الله. وبعدين هي ما بقالهاش كتير يعني أعتقد. لا قبل اقل من سنه بكتير كتير كمان، ما كملتش سنه اصلا، فالحمد لله لا عملت فيها البتاع دي. فانا عايز بس اقول لطالب ثانويه عامه بالله عليك يعني حس بابا وماما على قد ما تقدر، حس بيهم يا جدع يعني، الناس دي والله العظيم طالع عينها معاكم وتلاقي باباك مش قادر لو وبيسمع كلمه من مدير انا اسف والله ما له لازمه ان هو يقول له الكلمتين دول عشان ايه، ويتضغط على الشغل، وممكن الناس بتشتغل شغلانه واثنين وثلاثه عشان خاطرك، انما انت مش مقدر الكلام ده كله. لان انا بسمع الكلام ده وبيضايقني شخصيا، يقول لك يا باشا انت حضرتك في الماء البارده. محدش بيشوف المأساة اللي بتحصل والتعب محدش بيشوف الكواليس، فاهم ازاي؟ ومحدش شاف ان جينو في الاول خالص اشتغل ايه وعمل ايه وخسر قد ايه وقام ازاي وسهر قد ايه وتعب قد ايه ومونتاج ايه. يعني انا مش عايز منك حاجه، وممكن اقولها صريحه، الناس مفكره ان اليوتيوب بيجيب ملايين، هو مش بيجيب ملايين. يعني انا والله العظيم ممكن اوريك الارباح بتاع اليوتيوب اخر 3 شهور، لو واحد شغال في كشري سين كشري مثلا في محل كشري هياخد اكتر مني، هياخد اكتر مني. يعني انت بتتكلم في ارباح 3-4 شهور مثلا 3-4 آلاف جنيه مثلا، مش حاجه طبعا، مش حاجه، فاهم ازاي؟ يعني انت كل شهر 1000 جنيه، بقول لك لو بينقي العدسه هياخد اكتر مني، فاهم ازاي؟ فالناس مفكره ان ده بيعمل، لا انا حابب كده، انا بحب اعمل كده، بحب ان انا انصح. ربنا خلقني كده، يعني خلقني ان انا يعني دايما في دعاء بنحب نقول اللهم استخدمني ولا تستبدلني. ربنا استخدمني في العلم ما شاء الله. دي حاجه في حد ذاتها باذن الله بعد عمر طويل اما الواحد يبقى الحمد لله مش موجود. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3 ومنهم علم ينتفع به. ما شاء الله يعني ده ما فيش احلى منه، يعني يفضل عايش يعني. وولد صالح يدعو له، الولد ده ذكر او انثى وانتوا ولادي يعني اخواتي يعني، بس بعد عمر طويل لما ابقى حاجه و40 سنه فانت ابني، فاكيد انت هتسمعني وتقول الله يرحمه محمد ايمن احسن ما تقول الله يكرمه مطرح ما كانش بيعلمنا حاجه. طب قول لنا بقى كده، واحد بقى بيسمعنا دلوقتي عاوز يعرف تفاصيل ازاي يبدا بقى محتوى، وازاي بسم الله ما شاء الله يوصل لاكتر من 3 مليون اشترك في الكورس بتاعي. عايزين نعرف عن الكورس برضو. وقول لنا انت عملت ايه يعني، احب اعرف مثلا اول فيديو يعني بدات ازاي تكمل بعده بعد ما جابش اي حاجه، وازاي قدرت تستمر. على فكره حته الاستمراريه دي من اهم الحاجات اللي بيبقى فيها نجاح. فاحنا عايزين نعرف بقى الحته دي كده. بص هو اول حاجه كل منصه انا هقول لك اسرار بسيطه. حلو. كل منصه ليها احترامها، دي كلمه ايمن جوز اختي صراحه، يعني كل منصه ليها احترام. انا جاي بيتك فليك عاداتك وتقاليدك احترمها، قوانينك بقى اللي هي احترمها. ما ينفعش ندخل بعاداتي وتقاليدي، انا احترم بلدك. زي مثلا واحد من الهند جاي هنا بلدي فلازم يلبس بنطلون وبتاع، مش جيبه بقى، الناس هتبص له كده ايه ده، انا رايح الهند عادي، ده بالنسبه لهم عادي ان انا البس كده. فكل بلاتفورم ليها الالجوريزمز بتاعتها وليها احترامها. اليوتيوب اللي بيسمع ده اسمه الهاو تو، ده جمهور الهاو تو اللي هو كيف الساعه بتاعتي باظت ادخل كيف اصلح ساعه ياسين مثلا.
والله المايك ده بايظ، اسم المايك كذا، ازاي اصلح. انما مش هتلاقي تيك توك ولا انستجرام ولا فيسبوك، هتلاقي ايه؟ يوتيوب. فاذا اليوتيوب عشان تبدا عليه نفسك مش يكون طويل، انت لازم تجيب جهاز تنفس اصلا حطه جنبك كده وانت بتشتغل. صح. الشورتس دلوقتي الالجوريزمز او دلوقتي القوانين الجديده في اليوتيوب، فيديو اقل من 3 دقايق تحول على طول شورت. ده جديد، واكيد انت شفت الكلام ده بقى شورت على طول. فانت عايز تبدا محتوى، اقول لك وامري الى الله، يلا فاهم ازاي؟ اعمل خطه 3 فيديوهات في اليوم لمده شهر كبدايه. وافهم كل منصه بتتكلم فيه. تيك توك عايز ترند، الفيسبوك عايز شائعات، هتدي شائعات على قد ما تقدر هتتشير، بس ما او تدي محتوى نظيف هتتشير، الاثنين دول. وعندك اليوتيوب ده فورمال ابن ناس محترم تكلمه بطريقه فورمال شويه. الانستجرام ده بتاع الناس الجميله اللي بيقعد اخر الليل بقى يشوف الدنيا فيها ايه بتاع، بس بيفايرل قوي، محتوى تعليمي عليه حلو قوي. السناب شات ده بقى لو انت بتقدم محتوى تعليمي على السناب، انا عندي على السناب حاجه 40,000 اصلا، فدي انت ما عديتهمش انت لا مش موجودين في مش موجودين. لا حاجه 40,000 على السناب، وكلهم خلايجه وبيطلب بعمل لهم اعلانات الحمد لله، شغل بيجي لك منه شغل كتير قوي. فهتبدا على السوشيال ميديا، اول حاجه دور الكونتنت يكون نظيف 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 نظيف، عشان لما تموت هتتسأل عليه. انا جاي لك في الحته دي اصلا. هو ازاي بسم الله ما شاء الله، عارف في ناس تقول لك ايه عشان يستسهلوا على نفسهم، ده الشغل السريع. الدنيا كلها مش عارف بتعمل ايه في التيك توك، مش عارف بتعمل ايه، مفيش حد بينجح بيقدم حاجه كويسه. وانا شايف ان بسم الله ما شاء الله الحمد لله يعني نجاح كبير جدا على التيك توك، وهو فعلا منصه اصلا رايحه في الهيافه. فدي ازاي الخلطه دي تطلع بقى؟ يعني ازاي الخلطه دي؟ قلت لك تبقى شخص يونيك، شخص فريد من نوعه، وانت بتقدم المحتوى. هتقدم المحتوى على التيك توك، قدمه بفكاهيه ومعلومه. زي مثلا اللي بيخلي الفيديوهات فايرال، لقوا ان 50% من الفيديوهات اللي بتفايرال اصلا ضحك. والتاني تسويق عكسي. اقول لك حاجه زي مثلا هفهمك، انا لاعبك لعب. مثلا اللي فسر القرآن اللي هو الكريم، الراجل اللي هو اسمه محمود اسمه الإمام، اسمه ايه؟ لا اسمه ايه؟ كان اسمه احمد ولا الإمام الشعراوي؟ كان اسمه ايه الاصلي؟ انا نسيت برضو وانت بتقول ان انا نسيت. لا الإمام ايه الشعراوي؟ شفت هو في الكواليس قالك محمد الشعراوي. انا قاصد ان انا اغلط. دي حته في التسويق بقى. ده اصلا بلدياتي اسمه محمد متولي الشعراوي او امين الشعراوي الامين. ليه؟ انا بررت. انت دلوقتي هو عمل ايه؟ هو مش قادر يقعد على بعضه ان في معلومه غلط، فاهم ازاي؟ فيبدا يصلحها، فيبتدي يصلحها لك، فاهم ازاي؟ دي حته في التسويق. تدي معلومه صغنونه بس في وسط الفيديو كده، حته في الاسرار. ممكن في بس مش هبدا هبدا ربنا يسالك. صح. تكون ايه؟ عامل نفسك ناسي بس اتفرج على الفيديو ده يبقى عامل ازاي. انا مره وانا بتكلم في فيديو فعليا قلت اسم مدرس غلط من غير قصدي، يعني بدل ما اقول ماجد امام قلت امام ماجد وانا بتكلم. مستر ماي غلطت بس كده والله، من غير قصدي. الفيديو فايرال من غير قصدي، عدى 1,000,000 والناس كلها بتصحح لي في الكومنتات. انا مش قصدي اصلا يعني اللي هو فعلا مش قصدي. لقيت الدنيا كلها جرب مثلا في فيديو عندك تقول مثلا النهارده كان معايا ضيف جميل جدا جينو محمد امين تبقى كارثه بقى. او جينيو بدل جينيو محمد ايه جينيو يا ابني اسمه جينو تبرير. يحبوا يصلحوا التبرير اللي هو ايه. فهو ده بدايه السوشيال ميديا. هتشتغل على السوشيال ميديا لازم تخلي اللي قدامك يبرر. تلعب على المحتوى ده تبقى برنس. مش هتعرف تلعب عليه يبقى نقعد. لازم يكون الفيديو شيرابل. يعني ايه شيرابل؟ لازم تبقى قابل للتشيير. انا خدت المعلومه خدت المعلومه بس لنفسي، يبقى انت كده فاشل. يعني انا اللي بقدم لك المحتوى كده انا فاشل. انما خدت المعلومه عجبتني، لا فافتكر حد عاوزها فبعتها يا مؤمن. خد الله ده جميل. خد يا محمد، خد يا صاب، خد يا اسام، خد يا ايمن، خد يا ريم. مش عارف فاهم ازاي ايه ده. فده يكون اول حاجه وانت بتعمل المحتوى، الفيديو ده يكون شيرابل. لو الفيديو ده شيرابل شكرا. في ناس طيب حلو قوي. في ناس في الحته دي اذا كان في المحتوى ولا في الشغل ولا في اي حاجه بتفتكر ان هي مثلا ممكن تقعد 2 3 4 وخلاص بقى انا عاوز ابقى جينو اللي هو عنده ملايين المشاهدات هل ده طبيعي يعني؟ طبعا. هو في ناس اللي انت ممكن توصل لده سهل جدا. بس الطريق بيها اللي هو الايه، الطريق اللي هو يعني فهمت من اين تؤكل الكتف. بس اعتقد كواحد جديد هيبقى محتاج فتره اكتر ده كتير. اول حاجه رهبه الكاميرا. يعني احنا دلوقتي كام كاميرا؟ 1 2 3 4 اعتقد 4 لا 3 ما احنا مش كانوا مش موجودين. مش لان انا وانت رهبه الكاميرا مش موجود. مايك ده كانه مش موجود. احنا بنتكلم قعده عرب بالظبط، ولا كأن في حد بيسمعنا. صح. فاهم ازاي؟ بس في حاجه في الاويرنس بتاعك ان انت في ملايين هيسمعوك والوفات هيسمعوك، في ناس هتسمعك. وكبدايه انت مش هيحصل كده يعني. فاهم لا طبعا ده يعني حقيقي. ولا ولا حاجه تخافش من الكاميرا. ثانيه واحده انت بتتكلم ان 1000 يتفرجوا عليا. 1000 ده مسجد، ده 1000 ده رقم
10,000 ده استاد يا جدع. صح. لك لا ده الفيديو جاب 1000 بالعافيه يا ابني. ده 1000 ده رقم انت متخيل انت 1000 بني ادم شافوا المعلومه بتاعتك انت اصل انا كنت كده في الاول، وده كنت اقول الحمد لله، لا كنت اقول الحمد لله في 1000 حلوين يعني، قصدي كنت بحاول اعمل اللي انت بتقوله ده من غير يعني ما كنتش واخد بالي من المعلومه. كنت بقول ده كويس جدا، ده انا لو فعلا بتكلم قدام 1000 واحد فدي حاجه حلوه. حاجه كمان وبتضايقني في صانع المحتوى، انت متضايق ليه ان 1000 يتفرجوا عليك؟ متضايق يا حبيبي انت بتعمل حاجه لله، واحد زي مليون. ايوه فاهم ازاي؟ الفيديو جاب مثلا 5000 7000 مليون، ده جاب 1000. بتحبط ليه؟ طب ما انت دخلت ليه؟ ما تسكت. لكن انا عايز ابقى مشهور، لا يبقى انت كده النيه اتغيرت. صح. النيه كده اتغيرت، المفروض داخل تفيد. النيه اتغيرت. بص انا قلت لك صريحه، النيه ما دام اتغيرت اتفرج بقى كل ده هينزل كده، انما طول ما النيه لله سليمه يطلع. فاهم ازاي؟ وبتدي طاقتك يعني انت ما دام دخلت تبقى صانع محتوى، الفلوس هتيجي والله ما تخافش، بس هي مش هتيجي دايركت، بتجي لك اندايركت زي مثلا جينو، طلبه بتسمعه بتيجي تشترك معاه في المنصه، ايفنتات بيروحها مش عارف، مراجعات نهائيه في الصعيد او في سناتر بلا بلا، لقاءات تلفزيونيه، ايفنتات مش عارف فين، يكتب كتب يبيعها. والشهره في حد ذاتها فعلا بتفتح كمان علاقات، يعني بتفتح علاقات كبيره جدا، وممكن تدخلك تسافر، وممكن تدخلك في بيزنس وحاجات كتير. ده حقيقه يعني احنا الحمد لله انا اصلا تبع وزاره الشباب والرياضه، وكتير قعدت مع الدكتور اشرف صبحي ومع اصحابي ممثلين ومخرجين، يعني استاذ سامح حسين صاحبي، مصطفى خاطر، مين تاني، اللي هو محمد جمعه، علاء مرسي، كل دول اصحابي بجد. وقعدنا وكلمت مع محمد رجب، اللي هو سالم ابو اخته، غير في كذا وزير برضو كان عارفني، غير ان ناس بره مصر كتير جدا الحمد لله عارفيني، في امراء عارفيني في الاماره، في اسمها الامارات وفي السعوديه، اخواتنا كلهم، في ناس كتير عارفيني هناك. فاهم ازاي؟ غير بس انا غير هنا اصحابنا الناس التقيله، البيزنس مان اللي عارفيني، بيزنس مان يا رب اللي عارفيني بتفتح كده يعني لا بتفتح كده بتفتح. في كذا بيزنس مان عارفيني اصحابي، فاهم ازاي؟ وفي ناس كتير جدا منهم كانوا مؤثرين او كانوا مدرسين، فكلهم بفضل الله تعالى. بس انا عايز اوصله لاي صانع محتوى عايز يعمل محتوى، ده مش هيجي من اول يوم وليله خالص. هو فعلا يعني خالص. السؤال اساسه انه فعلا الناس بتزهق. وحاجه كمان ما تتغرش يعني، بالله عليك لما ربنا يكرمك ويديك ما تتغرش، لانك لو اتغريت ان الله لا يحب كل مختال فخور. يعني والله النعمه ده هتزول منك في ثانيه اصل انت دلوقتي على شفا حفره من النار. يعني ايه دلوقتي؟ ترابيزه في ستاند واحد بس كده، تمام؟ الترابيزه دي لو قطعتها كده وقعت في ثانيه. فالسوشيال ميديا هشه، فما تخليش بلان ايه ليك، هي بلان زد، لو في بعد الزد انا موافق. فاهم ازاي؟ خلي دايما شغلانتك الاساسيه هي شغلانتك. انا كمحمد ايمن شغلانتي الاساسيه مدرس. فاهم ازاي؟ السوشيال ميديا انا شفت قناه يوتيوب اتقفلت لي وموقعين اتقفلوا مني في لحظه، كله في لحظه ثانيه الا ثانيه كل ده بيخلص. فانت هتقدم محتوى نظيف اولا. لو هتقدم محتوى هلس انا بعيد عنك، انا ما اعرفكش، ما كاني ما نصحتكش، انت اللي حر. فاهمني ازاي؟ فهي اول حاجه تسبلين الاستمرار، الانضباط. انما هديك موتيفيشن خد لحد فوق. والله انا كان في سؤال لسه كنت هساله لك فعلا في الحته دي. التحفيز حلو يعني، في ناس تحبه جدا وتحب ان هي تسمع لناس، بس ده ما بيدومش يعني. الخطه هي بقى الخطه والاستمراريه بقى. ما انا قلت لك انا والله لو جيت قلت لي مثلا كجينو، يا جينو النهارده انت هتعمل ايه؟ اقول لك انا هعمل 1 2 3 4. طب بكره هتعمل لك 1 2 3 4. طب الخميس اقول لك 1 2 3 4 5 6 7. وفي حاجات مستمره اصلا عليها على طول، وفي حاجات بتبقى عارف ان انت هتعمل. بس وابعد عن الروتين يعني. النهارده انا ما فيش روتين. انا النهارده مؤمن اتصل بيا من اسبوع، والله احنا هننظم 1 2 3 4. طيب انت بعد ما تخلص البودكاست ده لا انا هروح المكتب اعمل 1 2 3 4 صور كذا كذا كذا. طب بكره انت عندك لا انا عندي شغل في سنتر كذا وكذا وكذا كذا. طب يوم الخميس لا انا رايح بيتي مش عارف اعمل 1 2. ففي خطه. طول ما انت عندك خطه وعندك شغل شغال فيه او حاجه انت ماشي عليها خلاص. انما انا درويش وماشي بنور الله، لا ما فيش حاجه هتوصل. ولازم تكون كاتب انت هتقول ايه. فاهم ازاي؟ وتقف قدام الكاميرا كده مره واثنين وثلاثه و10 و20 لغايه ما تتعود. وما تبداش بامكانيات صحيح تقيله خالص يعني. ما شاء الله ما تجيبش المايك زي ده مثلا ولا الكاميرا دي ولا لا 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 لا. تليفونك اضعف الايمان خالص. تليفونك ومايكات ضعيف بكم يا عم. مايكات في حد بس مش هينفع نقول اسمه يعني، هو حد الله اكبر عليه في الريفيوهات بتاعه الموبايلات. اول ما كان بادئ بسماعه اللي هي الهاند فري. دلوقتي بسم الله اكبر عليه عنده يعني افخم جهاز ماك في مصر ما شاء الله اكبر عليه. ربنا يزيدك يا رب، ربنا يزيده يا رب ويزيدنا جميعا. بس يعني شوف بدأ من ايه وايه. فاهم ازاي؟ انا اول ما بدات بالتليفون انا كنت سالف التابلت من اختي اصلا واللابتوب من ايمن عليه. دلوقتي ما شاء الله معانا التليفون، معانا الكاميرات، بدل كاميرا 2 معانا، بدل استوديو 2 معانا، بدل المكان مليون مكان، بدل المايكات كذا مايك ما تعدش. فاهم ازاي؟
فهي في الاول عاوزه تتخرج. انا عايز بس الناس تسمعني ودي كوانتيتي اكتر من كواليتي. اشتغل كميه جوده صح. واشتغل مره واثنين وثلاثه، حتى لو معلومه في دقيقه، في ثانيه، في 30 ثانيه، في 20 ثانيه، المهم انت اديت اللي قدامك معلومه مره، في 2، في 3، في 4، هتلاقي نفسك بتفايرل تلقائي. وما تحطش في دماغك ان انا عايز مش خالص. هي هتيجي. السوشيال ميديا عامله زي العيال الصغير اللي بيبقى شبطه في دي المامت، ماما خدني معاك، يلا نروح مع بعض. هي عاوزه صانع محتوى، فانت لازم تستمر يعني هي لازم تشارك، عشان اي سوشيال بلاتفورم عايزه الاودينس يقعد عليها. فعشان تشارك، كل ما بتشارك بتشيرابل او تشير ليه كذا اودينس، فعشان تخليك قاعد فيلا هشارك يا عم اتفرج، او خد اتفرجوا. فهي قاعده، انت قاعد مثلا على تيك توك، فالتيك توك بيرشحك لكذا حد، قاعد على اليوتيوب فخد بيرشحه لكذا حد. ليه؟ ما عايزك تقعد من كل منصه، الهدف بتاعها انها عايزك تقعد اصلا في الاخر. عايز مشاهدين كتير، عايز مشاهدات كتير، فاعمل ايه؟ فشارك، شير يا حبيبي، بس استحمل. فاهم ازاي؟ هتتعب طبعا ان انت كل يوم هتعمل شغل كبير جدا. عايز تعمل استحمل بس. حتى كان في كتاب انا كنت كاتبه اسمه سيكولوجية الانسان العبيط، كنت بتكلم في الحوار ده. عايز تستحمل يا حبيبي، يلا اتفرج وهتدوق من حلاوه الشهرة والدنيا جميل بس. طيب قول لنا بقى على الكورس اللي انت بتبدا فيه باذن الله بتاع السوشيال ميديا. هو بدات الحمد لله فيه. الكورس ده عباره عن ايه؟ اول حاجه خالص البدايه، وطريق ازاي تبدا بمعدات ايه، وهقول لك اسامي الحاجات طبعا، بس هنا مش هينفع نقول طبعا. هقول لك اسامي الحاجات اللي تبدا بيها، تجيب الكونتنت منين اصلا، الخوارزميات والاسرار بتاعت كل بلاتفورم اصلا، والخطه اللي تشتغل عليها. بلس كمان هوريك الفيديوهات بتاعتي، الاناليتكس قبل وبعد، ونفس الفيديو عملت فيه ايه عشان يفايرل. الفيديو ده جاي مثلا 20,000 مشاهده، هنا بقى 2 مليون. في فيديو عندي اصلا كان جايب 47 مليون مشاهده واكتر، فانا هقول لك ليه جاب البتاع دي. وفي فيديوهات تانية لا ليه رتمها اقل، ليه رتمها يعلى، ازاي تجيب اعلانات، ازاي يجي لك اعلانات، ازاي تصطاد الجمهور صح، ازاي تماركت لشغلك اصلا. فاهم ازاي؟ كل ده هقوله له في حلو جدا. لا متوقع امتى ان شاء الله ممكن يحصل؟ هو لا الشهر ده ان شاء الله، الشهر ده بس ممكن في خلال المراجعات، بس نخلص مراجعات اولى ثانوي وثانيه ثانوي، وان شاء الله خلال شهر 12 باذن الله يا رب، باذن الله هبدا. يعني انا بدات كتابه المحتوى بتاعه، بس تصويره سهل، تصويره بالنسبه لنا سهل، انما هي متوقفه بس على ايمن. انا وهو نقعد بس نكتب احنا كتبنا الهيدلاينز، هيدلاين كتير يعني، بس البلان اللي نشتغل، قصدي الكونتنت نفسه لسه هنكتبه، السكريبتات يعني، عشان يطلع حاجه محترمه، وهيترفع عندي ان شاء الله في منصه مناهج باذن الله هينزل على مناهج. وهيبقى في خصم برضو هنتفق عليه، وانت اي حد يسمعه خصم عشان يلا بينا يعني. خلاص ماشي، سهل ان شاء الله. وهيبقى برضو مش سعر كبير قوي ولا قليل قوي برضو يعني. حلو جدا. عشان معلش ما مش يعني انا اديتك مثلا كورس ب 200 جنيه ما ينفعش. ليه؟ ما انا اديك خلاصه كله، فاما كله هيشتريه. وانا اسف في اللفظ اللي اقوله، في ناس كتير هتستخدمه غلط، وانا متاكد في ناس كتير هتستخدمه غلط. فانا بريء منهم. انا بقولها من دلوقتي، انا بريء منك، انا بعلمك، انا بقول يا جماعه ده زي السكينه، انا ببيع لك سكينه، يا تقتل بقى بني ادم، يا تقشر بقى برتقال، او تقشر بقى حاجه، تقشر بقى خضار، اي حاجه. ده في صناعه المحتوى فعلا، واللي بيتفرج على المحتوى يعني للاسف الاثنين، في واحد برضو يتفرج على حاجات مفيده، وواحد يتفرج على الهبل، يعني الاثنين موجودين. ده يعني مثلا واحد تلاقيه بيسكرول، شاف مقطع وحش، سي مثلا حاجه بنوته او حد وحش مثلا، فيبتدي يكتب لها تعليق مش عارف ايه قرانيه. بص علمك حاجه في الخوارزميات، معنى ان انت تكتب حاجه او البتاع ده طلع لك بدل المره 3، انت الالجوريزمز رشحت لك اللي انت وقفت عليه كذا مره، فما تعملش فيها شيخ. انا وانت جايين هنا مع بعض يعني وانت متقابلين في نفس المكان، فاهم ازاي؟ مش بقول عليا انا أيوة. بس انا وانت متقابلين هنا، فاهم ازاي؟ انت بتدور على الحاجه دي واحنا بندور على الحاجه دي، فاحنا الاثنين اتقابلنا هنا، فما تقوليش لا لكن لو مش مهتم انت هتعديها في اقل من ثانيه، فمش هتجيلك تاني، فما بترشحلكش تاني. اكتب بص دوسه مطوله كده، نوت انترست، خلصت، لست مهتم، خلص، مش هتشرح لك، مش هتطلع لك. انما انت اتفرجت على مره واثنين وثلاثه، فبدات ايه تطلع لك اكيد، فما تعملش برم علينا سريعه بس. فبرضه اللي بيبان في المحتوى بتاعه هو ده المحتوى اللي انت بتتفرج عليه. فدي برضه دي احنا بنقولها برضه في الكورس دي. انت يعني انت عايز تتارجت اودينس، العب على حته الكي ووردز بقى، وهعلمه الكي ووردز وحاجات معينه كده في التاجز والكي ووردز والالجوريزمز والحاجات دي كلها اقولها له، ازاي والتايتلز واليوتيوب ازاي يعمل كل منصه من حتى السناب شات هقول له تعمل فيها ايه كمان يعني، مش هسيبه. اللينكد ان مش هسيبه برضه كله. ده اللينكد ان مهم جدا للشغل. لا ده اللي عايز يشتغل فعايز هقول لك خد يا باشا واشتغل، وهوريك كمان الحاجات دي بتشتغل ازاي. حلو جدا. طيب نرجع بقى لشباب الثانويه العامه الحلوين اللي هم دلوقتي مفحوطين في الانجليزي، عاوزين نعرف ازاي نذاكر لو بقى خلاص الدنيا صعبه. كل الشباب صعب قوي بالنسبه لهم الانجليزي، ده حقيقي. حتى انا في الثانويه العامه ما كنتش احب الانجليزي خالص، ولا انا يعني مش حد انا بكرهه اصلا
اللي هو بقى ازاي احب الانجليزي على الاقل يعني، ازاي اخلي اخش داخل. الله يرحمه حسن حسني ماسك بحبك بص يا سيدي، احنا عندنا الانجليزي بينقسم ل3 اقسام. تسمح لي بس اقول الحاجه دي بس ما تزعلش. اولا في ضحك على الدهون كتير جدا، ان انت كنت كل شويه احفظ كلمات وحل كلمات كتير، حل جرامر كتير. كل ده ملوش اصلا 15 درجه من 60 ولا له لازمه. ايه اللي يجيب بقى من اين توكل الكاتب؟ السكيلز. رقم 1 السكيلز، رقم 2 الفوكاب والجرامر. شكرا جزاك الله كل خير. هم دول متقسمين. القصه في السكيلز، الترانسليشن في السكيلز، الكومبرينشن الى القطعه في السكيلز، كل ده السكيلز. هتلعب على السكيلز انت ضمنت 85% من الامتحان. طيب معظم المدرسين، مش هنقول طبعا اخواتي اللي هم ما شاء الله عليهم المشاهير اليوتيوب، لا بيعملوا كده الله اكبر عليهم. التانيين بقى ما بيعملوش كده، يبتدي يحشي للطالب جرامر كلمات. ده الاغلب كده. السكيلز مش موجود. لا اتفرج بقى على اخواتنا ربنا يبارك لهم، اصحابي ربنا يبارك في مقدمين المحتوى الانجليزي سين صاد عين لام، تلاقيهم كلهم شغالين سكيلز لانه عارف من اين توكل الكاتب. ده الصح. العب على الاولويات. فانا عايز اذاكر بقى انجليزي الاول. اول حاجه انا مش عارف احفظ كلمات. حلو، نبتدي حفظ كلمات منين؟ نزل اي اب، مش هينفع نقول طبعا اسم ابلكيشنز، اي اب بينزل ترجمه من غير نت، من غير جوجل، يا عم بجوجل حتى. وابتدي الواجب بتاع المستر مثلا مثلا جينو مديك الواجب 50 سؤال دول على 5 ايام، كل يوم 10 جمل. ال10 جمل دول انت مش عارف ترجمتهم، هاتهم على جوجل واكتبهم. حفظتهم الصبح، حليتهم بالليل، اقراهم تاني واعمل عليهم جمله. يعني انا الطلبه عندي لما بشرح لهم الفوكاب بشرح لهم بجمله مش بقراها لهم. مثلا مثلا ايه employee، يوظف، اقول له ايه I will employ some people, this is employment, if I rejected them they are this is unemployment. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا اوظف ناس، لو انا رفضتهم دي، لو انا قبلتهم فده العماله، لو انا رفضتهم فدي اسمها unemployment. طلعت له 3 كلمات: employee يوظف، unemployment البطاله، employment الوظيفه او الوظيفه. بلاش دي qualify. مثلا اقول لك I'm not qualified for the final exam، يعني انا لست مؤهلا لان so you should have many qualifications. تمام. I'm not qualified qualifications. تمام. you should qualify yourself. فqualify فعل، qualifications الاسم. تمام. وqualified انا اللي هو الصفه، انا مؤهل. طب not qualified لست مؤهل. فببتدي احطها له في جمله. فاذا لما تيجي تحفظ كلمه ما تحفظش كلمه، احفظها جمله. say مثلا I watch a play yesterday. a play هنا مش يلعب، هنا مسرحيه. I saw a school of fish، هنا مش معناه انا رايت سمك، اسمها مدرسه سمك، سرب من السمك. I kept my animal in my pen، هنا مش معناه انا حفظت قلمي في الحيوان في قلمي، لا في الحظيره. فكل حاجه حسب موقعها في الجمله. فاذا ما تحفظش كلمه لوحدها. واعتقد الجمله دي تخليه اصلا عنده حصيله انه يتكلم بقى. يعني انا بشوف ان الانجليزي للاسف في المدارس اخره احل وامشي. والله احنا نفسنا نطلع بتصريح للوزير نقول له بالله عليك اعمل 20% من الامتحان conversation. والله يعني انا كنت قلت لحد الفكره دي يا ريت. يعني اقول لك حاجه، يعني مثلا طالب الازهر اللي بيحفظ القران مش مجبر عليه، اسمع مني للاسف. طب طالب العام ما بيحفظش ليه الكتاب الدين؟ عشان مش مجبر عليه، مش عليه درجات. طب عارف طالب الازهر لما بيخلص الكليه وبيعمل بينسى القران. انا بقول لك اصحابي كتير جدا من نسيوا اصلا القران. طب اعكس بقى، طالب العام ليه ما بيحفظش الدين او الدين الاسلامي او المسيحي؟ ليه ما بيحفظش القران او الانجيل؟ ليه؟ ما هو ليه؟ عشان مش عليه درجات. انما لو انا عملت له كونفرسيشن عليه درجات، انا قاعدين تعالى من ديستر مثلا، افهم لي بره طابور، انت النهارده عندك عامل 1 2 3 4 يلا وعلى درجات. تلاقي الطالب لبلب هيسمع، يجيب شرايط ويقعد يسمع، يجيب اليوتيوب ويقعد يسمع. الكيمياء ليه ما عملوش؟ اقول له تعالى انزل في التجربه واشتغل عليها 20% من الامتحان. الفيزياء وريني انت بتلف الموتور ازاي، وريني فاهم ازاي. الزراعه ولا اسمها الاحياء ولا وريني شرح. هقول لك اعمل كذا زي ما بيعملوا ساعات في الكليه. اعمل الحاجه العمليه هي التي براكتس ميكس بيرفكت. نرجع بس الانجليزي، فده انا نفسي المحادثه ترجع ونشتغل بدل ما الطالب كده. فاذا انت خليتك كونت جمله، تحفظ جمله لا، اقرا كلمه دخلها في جمله. انت اللي تدخلها مش تسمعها من حد، دخلها انت في جمله. طب بلاش دي، اسال المستر. وانا اسف اللي اقوله، المستر ما رضيش يقابلك، امشي من عنده. امال ايه دوره؟ بياخد فلوس ليه؟ هو دلوقتي انا حاسس ان هو بقى ممثل المستر دلوقتي، ما عنده عدد كبير مؤدي. جدا. بقى مؤدي. ما اقدرش اجاوب على واحد لان عندي مثلا مثلا يا عم روح اسال الاسيستنت، قول له والله جينو مثلا. انا لما طلبت تيجي معايا
راح للاسيستنت مره ما عرفتش اجاوب، بيجي لي مباشر انا في مكتبي يا جماعه، وحتى بقول بعد ما بخلص يا جماعه انا في المكتب، اللي عايزني نص ساعه في المكتب، وتلاقي طوابير واقفين وبجاوب، والله بجاوب قسم حسابي عليه ربي بجاوبهم، سواء مشاكل عائليه اصلا بجاوب، مشاكل في الانجليزي بجاوب. انما للاسف احنا شفنا دلوقتي بقت شو، انا شايف ان هي شو، ويقف في لي طابور ويعمل لي مش عارف ايه وانت تعمل ايه وانت ليه، انا شايف ان ده شو ملوش لازمه. المعلم ما هو الا مربي فاضل او ما هو الا رسول علم، انما مش بدل وكرافتات واعمل وعربيات. الموضوع كبر شويه، كبر قوي بقى بيزنس اكتر منه تعليم، وانا ما بحبش الكلام ده خالص يعني. انا حتى بدات اتكلم في الحوار ده ومش عايز اخسر حد من اصحابنا بالكلام ده. خليك بسيط خليك بسيط، انت مدرس يعني، انت معلم ما تتكبرش يعني. انت اديت المعلومه، اطلع على اليوتيوب اتكلم، او اطلع على السنتر بتاعك اخدت المعلومه، السلام عليكم يا شباب واللي يحتاجني انا تحت امره، والاسيستنت السلام عليكم. انما بقى شو عربيات وصورني يا ابني ونازل من العربيه، وصورني يا ابني مش عارف ايه والساعه الجديده ليه؟ ما انا شايف انها ملاش لازمه. هو فكره ما هيظهر الحاجات دي كلها ان هو بقى الطالب هيشوفه ده القدوه، ان انا عاوز اخد معاه، ده اكيد ناجح، ده اكيد معاه فلوس يعني. اعتقد هو الفكره في كده ماشي خلينا نرجع بس عشان ما نخسرش حد ما نخسرش زماننا يعني فاهم ازاي. المهم جينا الانجليزي على الجرامر، لا انا واصحابي كلهم الله اكبر عليهم ناس محترمه وافاضل بنتنافس عشانك على اليوتيوب. صح، مش عايز فلوس يا عم، ده انا شايفه كنز الطالب حاليا. احنا زمان كنتش يا راجل ده انا كنت عشان فاكر الياس معجم الياس ده كنا بنروح نجيبه من يا روح امي يا جدعان، كنا بنروح نجيبه من اماكن بعيده، اروح 10 كيلو عشان اشتريه كنت والله لحد ما اشتريه ب 15 جنيه لسه عندي عمري ما انساه. قاموس اوكسفورد تشتريه ب 100 جنيه وبستة 100 جنيه ده جمعيه عشان تجيبها دي، فاهم ازاي. هنا دلوقتي كل حاجه تحت رجلك زي ما بيقولوا في بلاش دي يعني. مثلا عندك الجرامر مش فاهم من جين وعندك سين، مش فاهم من سين عندك صاد عين لام كاف، كلنا بنتنافس عشانك، انت ليه قاعد؟ بلاش دي جينو انا اهو، انا بقولها وناس كتير عارفه، انا عامل كبسوله سحريه على مناهج مجانا فيها كل الازمنه 12 زمن مجانا، ازاي تحل باراجراف، ازاي تحل ترجمه مجانا. ليه يعني نازل ابلكيشن يخش يلاقي الحاجات لا مش ابلكيشن، هي على جوجل كروم، اكتب على جوجل كروم مناهج تلاقي فيه كبسولات اسمها الكبسوله السحريه لجينو بس مجانا. اعمل لك مراجعات ربع المنهج مجانا، مراجعات نهائيه مجانا. ليه ما بتدخلش؟ بلاش انا سين صاد عين لام بنتنافس مجانا. طيب. والكلام ده بيشوفوه على يوتيوب كتير، اخواتنا كلهم بيعملوا الكلام ده، سواء مدرسين عربي انجليزي فرنساوي جغرافيا تاريخ، كل الناس بتعمل كده. ليه؟ انت بنتنافس عشانك. طب نيجي بقى في الحته دي يعني. هو دلوقتي المفروض اليوتيوب دلوقتي عامل شغل كويس جدا والمنصات شغاله كويس جدا. الطالب اللي بيقول لك انا مش هعرف انزل الا سنتر عشان ورايا حد، هل ده هينجح في حياته؟ لا انا اقول لك حاجه، انا جربت الارض وجربت الاونلاين. اللي بينجح اكتر طالب الاونلاين. طالب السنتر انا بقول لك صريحه نازل يلعب، السنتر نازل يخرج، نازل يلعب نازل ليه؟ لان في ضغط نفسي عليه في البيت، وانا متاكد عدينا بالكلام في ضغط نفسي عنده في البيت هو خارج. ويعني انا ساعات بشوف السنتر مره مثلا تلاقي بنوته عامله كده، اروح من نادي مثلا صابر او نادي شهد اعمل لها كده، تروح ايه مقومها، او انا اروح اعمل لها كده واسيبها. وساعات بروح راح لحد عندها لا صحي نوم يابا ده فاهم ازاي. فانت عايزه تنامي ما تجيش، انما هو خارج عشان يخرج من البيت انا متاكد. انما الطالب اللي معانا اونلاين لا ده برنس، ده عارف هو فين ورايح فين وجاي منين. بس اقول لك حاجه، عقليه طالب الارض الا ما رحم ربي طبعا، عيال بجد في ناس منهم عايزه تحب الانتراكتد، اللي هو انا معاك واتفاعل وش لوش. ومعايا طلبه اوائل الحمد لله في الكلام ده كتير، انما في طلبه منهم هق وبطردهم. انا بطرد حتى والله لو فضل معايا 5 واحد هاجي لك، مش ألوفات لا هاجي لك لوحدك، ده انت عايز وغاوي وبتاع هاجي لك. فاللي فاضل معايا دلوقتي بقولها صريح الاوائل، والله اوائل بعمل لهم الشامل يجيبوا اجل الشامل، درجات نهائيه حاجه و50 من 60 ويكلفونا دروع بقى وساعات بقى ويجيب لهم هدايا هم بينفخوني، فاهم ازاي. فلا عاملين صدى كويس معايا ما شاء الله في كذا سنتر. وحتى معايا حتى انا كنت عامل مسابقه على مناهج كان دخل فيها 17,000 واحد، وال10 الاوائل كرمناهم جبنا لهم ساعات وجبنا لهم حاجات كويسه. لا جبت لهم حاجات حلوه قوي قوي قوي، صرفت جامد بامانه اليوم ده. فتخيل 10 على 17,000 الناس عايزه، فاللي عايز يبقى حاجه يبقى حاجه. انما طالب السنتر لا للاسف 90 وصريحه، وانا بقولها صريحه 90% من طلبه السنتر الناس ده تلعب، و90% من مدرسين السنتر بيلعبوا بيعملوا شو بيلعب. يعني انا لما بتيجي تقسم حصتي هي الحصه ساعتين او 3 ساعه امتحان وساعتين 3 ثانوي ساعتين شرح، بديله قصه باراجراف، ممكن اعمل له ورشه ترجمه، ممكن اديله نص الوحده. وتيجي طالب بقى في نص الاخر كده او في نص الحصه تلاقيه مشي، يقول مثلا صبر انا ممكن استاذن ما يدخلش تاني. طب ليه؟ يقول لك يا عم ده بتقي ربنا يا عم. ده اغرب سبب شفته في حياتي. لك جينو بتقي ربنا، بتقي ربنا يعني انت سبت جينو عشان بتقي ربنا؟ لك يا عم ده دايس علينا،
مش زي اللي كان قبلي كان بيديني الوحده في 4 حصص، ده بيدينا الوحده في نص حصه، 3/4 وحده في حصه، او 1.5 على حصتين. ليه يا عم؟ وشايفني مين؟ وبالراحه وبدي له حل وبتاع، وبيبقى خارج فاهم. لا يقول لك ده انا مش عايز مش عايز كده. طب تعالى وهديك الوحده في حصتين، يقول لك لا انا عايز على 4-5 حصص. انت مجنون يا ابني. انت لازم تخلص بدري في ديدلاين. انا شهر 4 جاي علينا او 3 لازم اكون خلصت المنهج. يعني انا دلوقتي في الاونلاين او الارض انا في الوحده السادسه، انا خلاص يعني فاضل لنا 6 وحدات و6 فصول قصه. انا هعمل ايه؟ ما انا لو لعبت على دماغك انت انا مش هنخلص. صح. عايزين نراجع. فاهم ازاي؟ طب وانت كنت فين طول السنه اللي فاتت؟ اقول لك انا اصلا مش متاسس كويس في الانجليزي. امال جين وسين وصاد وعين ولام اللي على اليوتيوب دول بيعملوا ايه؟ ليه ما دخلتش؟ وانا لازم اديك العلم بمعلقه تاخد الكلمتين. وللاسف دي بقى الناس اللي انا بشوف ان هم مش هيعرفوا ينجحوا اصلا في بعد كده في الحياه. ما شالش مسؤوليه ما شالش مسؤوليه في حياته يعني. ما تعودش يبقى حاجه يعني والده بابا انا عايز كذا حاضر، انما تخليه مثلا يحوش فلوسه ويجيب حاجه من فلوسه سي مثلا موبايل، راجل امسك الموبايل منه هياكلك. انما بابا هيجيب غيره. صح. فدي هم ما شالوش مسؤوليه. طالب الثانويه العامه ما هو الا طالب، انا اسف والله، طالب شهواني يعني شهوته بتحركه في كل حاجه بقى. مش هينفع نفتح اكتر من كده، بس هو في كل حاجه. شهوه يعني المراهقه شهوه العلم. عايز شايف حتى بيشوف المستر اللي قدامه ده هو او ماي جاد. ايوه تلاقي البنت هم بيلعبوا بقى على الحته دي اللي هي انا هلبس احلى حاجه، الله يبارك لك، احلى برفان يجيبني اول السنتر لاخر السنتر وبتاع فاهم يعني. انا شفت مدرسين كذا حد من التدريس انا ما عجبنيش اللي بيحصل. ليه؟ مثلا حرس. ليه؟ انا ما اعرفش انا ليه هل انا ممكن يعني حد يقتلني عشان ما ادرس مثلا يعني انت مثلا مكتشف الماده دي وانا ما اعرفش مثلا ارخميدس وانا ما اعرفش فاهم ازاي. انت نيوتن نفسه ما عملش الراجل اللي انت عملته ده يا راجل. ده اسمه ايه اللي مشهور قوي ده؟ اينشتاين. ما عملش اللي انت عملته ده. انت فاهم ازاي؟ بلاش ده يا اخي. اقول لك مين الوزير نفسه ما عملش الكلام ده. فاهم؟ يقول لك انا حرس، انا احلى بدله احلى كرافته. ما تروح عين لبس زي ماله ده ماله وجميل وحلو. فاهم ازاي؟ مش بقول لك ان انت تروح بنتن يعني. لا خليك لبس طبيعي محترم جميل عادي. مش اوفر يعني. انا شايف ان ده اوفر. ده اوفر اكت. يعني ايه؟ انا رايح السنتر وبسمعها. انا بسمعها من البتاع. بس ان الله جميل ويحب الجمال، بس مش الافوار. لما بسمعها من البنات بتقول لك الله ده المستر ده بص تقعد بقى ده. ايوه فتاة احلامي يعني. ايوه واحد ناجح ومدرسها وفلوس بقى وفاهم ازاي وانا اسف اللي اقوله، ياما شفنا ارتباط مدرسين بطلبه بسبب الحاجات دي. بيبقى متجوز وتلاقيه يكلم طالبه ومش عارف ايه. ما بسبب ايه؟ ما انت اللي عملت في نفسك كده. انما انت اللي اديتهم المساحه اصلا من الاول. مدرس والطالب طالب. انت جاي معلش انت جاي صح يعني. انت جاي دلوقتي السنتر او جاي الاونلاين تتعلم مني. انا والله مره طلعت لهم في الاونلاين لابس جلابيه يا مان عادي. كنت انا قاعد شفت كنت طالع بجلابيه. فاعمل ايه تاني؟ ما اعمل لك اكتر من كده. فاهم ازاي؟ مش معنى كده ان انا اطلع لك بالعكس دي البساطه دي والله حلوه يعني. انت بتقرب الطالب منك جدا. بحبه يعني. مش ان انا احلى عربيه احلى مش عارف. يا عم ما بقولكش هات عربيه بس هات وكل اللي نفسك فيه. بس الطالب بقى فيه مشكله. يجي يلاقي مثلا المستر سين من الناس تلاقيه عامل ايه؟ تلاقيه معاه كام مليون جنيه. حلو الكلام. اشترى احلى عربيه. حلو. الطالب بقى يجي له احباط ليه؟ يقول لك يا نهار ابيض. والمدرسين التانيين يجي لهم احباط اللي هو لسه بادئ في الحياه. يقول لك يا عم ده انا هعمل ايه؟ بيوصلوا لمرحله اللي هو الايه، ان انا مش ساتيسفايد في حياتي. خلاه وصل لمرحله العجز. ان انا عارف اللي هو كلها بقت شو. ايوه. فانا ما عايز تبين شو برضه كده يعني. للاسف انت عايز تعمل الشو بجد. وريني شغلك. هو ده الشو صح. الشو وريني كم. واقول لك حاجه كمان وبقولها صريحه، واللي عايز يزعل براحته يعني. بنيجي في اخر السنه كلنا كل اوائل الثانويه العامه عندنا يا راجل. يا راجل يعني اوائل الثانويه العامه كانوا عندي وعندك وعندي ده وعندي ده. انا مثلا بدي انجليزي تلاقي 90% مدرس انجليزي ده كان عندي. وعندي مين بالظبط؟ انت بتاخد اللقطه ليه؟ استفدت ايه؟ طيب ماشي اول الثانويه العامه بقى عندي ربنا يبارك لك حلو. طب واقول لك حاجه حتى بقى في كونتراست في تعارض بقى بينه وبين يطلع بودكاست يقول لك ايه، وكتير انت سمعت الكلام ده يا ابني. انا عندي الطالب الفاشل ده الضعيف لازم نقومه والدنيا جميله وحلوه وبتاع. يجي في اخر السنه انفصام شخصيه. يهتم بمين؟ اول الثانويه العامه. والثاني الكحيان ده ما خلاص خدت الشغل حلو ده رميته دلوقتي ما نكرموش. لا طب ليه ما نقولوش قوم اشتغل واجتهد وربنا يكرمك وتبقى احسن من ده واحسن من ده. ده خد اللقطه وخلاص انت افضل منه انت احسن. ربنا يعين لك رزق اقوى. لو كنتوا بتعلموا الغايه اللي رضيتم بالواقع لقيت حياه مش واقفه على الثانويه العامه وبتاع.
اللي دخل طب ده لسه قدامه موال، وانت لو ما اشتغلش على نفسك هتسقط في سنه اولى. انا على فكره السؤال ده انا كنت داخله لك، يعني هو الطالب دلوقتي بعد ما يخلص ثانويه عامه والكليه كمان، هل دي مؤثره في حياته اصلا؟ يعني انا هوا روح قدم كده بشغل بشهاده ثانويه عامه، اصلا ما فيش حاجه اسمها شهاده ثانويه عامه. اعدادي كليه، روح اشتغل بدبلوم. لا هتشتغل بدبلوم عادي. يعني الدبلوم احسن من بتاع ثانويه عامه. انت كل ده مرحله هوا ملهاش اي لازمه. انا بحس ان الفتره دي انت بتبني بس شخصيتك بس. المفروض لكن بتعدي الكوبري. هو في كوبري بتعديه عشان توصل لحلمك. اكتر من كده مش هتقدر توصل. هتبدا كده من الصفر. هو بيبقى فاكر ان الكليه دي خلاص هيطلع والمجموع اللي جابه ده هيدخل بيه الكليه. خلاص انا دخلت كليه هندسه ان شاء الله اشتغل مدير مهندس. انا قلت لك انا وجوز اختي عملنا شيفت كارير، هو مهندس وانا مدرس. عملنا بيزنس تاني اصلا ملوش علاقه بالتعليم اصلا. انت فاهم ازاي؟ ملوش علاقه خالص. الكلام ده مهم جدا عشان انا عارف، انا متاكد زي ما انا كنت في ساعتها كده، الطالب بعد ما بيخلص بيجي له احباط رهيب، اللي هو بيطلع هو انا فعليا بعد كل اللي عملته في السنين الدراسه دي هطلع هبدا بقى عادي هكني انسان طبيعي، هشوف هبدا في ايه. والموضوع بيبقى صعب جدا يعني. ما هو بص، المشكله كلها في الطالب ان هو ارجع واقول لك تاني، وعقله ليميتد. يعني ايه ليميتد؟ انا عايز اسهل طريقه تجيب لي فلوس. ايه بقى اسهل طريقه تجيب فلوس؟ لايف تيك توك. مش عارف اعمل اتاجر في ايه، اشتغل هلس اعمل. فهو شايف ان دول الناجحين هم دول اللي معاهم فلوس. وحاجه ثانيه هو شايف ان يقول لك طب ما في مدرسين معاهم فلوس حلو. وممكن اقول لك حاجه انت ما تعرفهاش يا طالب يا جميل، المدرس ده عنده حاجه و40 سنه، حاجه و50 سنه، 25 بقى له 25 سنه بيدي دروس. عمل ايه؟ عمل فلوس، بس مش الفلوس دي بتاعت الدروس، استثمرهم في ذهب، في عقارات، في محلات، في سين صاد عين، فتح سناتر تانية، فتح منصات تانية، حطهم فلوس. حلو ازاي؟ الفلوس الراكده طول ما هي محطوطه حته في الفاينانشال كده، حطيتها في البنك، هتجيب لك فوائد وكل حاجه، بس هتفضل راكده زي ما هي. انما طول ما انت بتشغلها هي تفضل. فانت ما تبصش للجانب الاخير للمدرس، فاهم ازاي؟ بس ارجع واقول لك تاني، المدرس برضو لازم يحترم نفسه، ان هو ده مدرس داخل قاعته الجميله يدي الدرس يروح. انما مش داخل شو بتاع واضحك واهزر واصور قاعتي واعمل وريني انا بعمل ايه واصور ايه. حتى انا عندي في الشغل يعني ان كان ايمن او الرجاله اللي معايا بيزعقوا لي دايما، يا محمد اعمل زي ما بيعمل. اقول له لا انا همشي بطريقتي. لا يا ابني لا. مش في مثل يقول لك الناس عارفانا من غير علامه. انا ليه استفدت ايه؟ ماشي عملتها خليتها ستوري يا ابني ارفع. يعني السنه اللي فاتت والله العظيم كان معايا 4 اوائل ثانويه عامه وما قلتش اصلا. انت وما قلتش. ناس كتير بتستغرب، طب انت ليه ما قلتش انت معاك اوائل ثانويه عامه؟ ما انا طلعت قلت ما كل الناس قالت. لما خدت من 3 اسابيع ان انا افضل صانع محتوى في مصر كلمتش، خليتها ستوري، عملتها بوست وما طلعتش طبيعي جدا يعني. ده عارف انت غرقان ما شاء الله اللهم بارك في نعم ربنا، وغرقان في الانجازات. خلاص مش محتاج اقول لك انا مين، فاهم ازاي؟ بس خلاص شغلك هو اللي بيشتغل. وريني انت مين. كل من صاحبك اعرف من انت. انا صاحبي مين؟ الشغل وجوز اختي، هم دول اخواتي. ده اخويا، ده شغلي، وده ايمن. احنا الاثنين هنروح فين من بعض؟ تعالى لي بقى، فاهم ازاي؟ هو ده اللي احنا هنقوم بيه بس. ماشي. اكتر سؤال بقى بيتسأل يعني اللي شاب بقى خلص جامعة كده وعاوز يخش بقى المجال الشغل وهكذا، ازاي بقى افكر بالانجليزي؟ ازاي اعرف اتكلم انجليزي؟ ازاي بقى متمرس؟ في حاجة اسمها JAM. JAM اختصار just a minute. في مثل جميل في الانجليزي بيقول لك practice makes perfect، يعني الممارس غلب الفارس. زي مثلا انا لو بدأت ان انا امارس اي حاجة في حياتي بالحديث اللي هو قليل ده احب الاعمال الى الله ادوما ان قلت، او قليل دائم خير من كثير متقطع. يعني كل يوم نص ساعة، دقيقة بقى اللي هي just a minute، دقيقة نوصف المكان اللي حوالينا ده بالانجلش بس، مش عايز اكتر من كده. تعال نلعب انا وانت اللعبة دي. العب انت. لا انت انا ما اعرفكش. لا انا بالنسبة لي سهلة. لا يلا اوصف لي اي حاجة في دقيقة من غير ما توقف. لا في دقيقة بالانجليزي. في مونتاج كده ما وصفتش هيتشال. لا قول. لا الانجليزي مادة رقم 4 عندي. لا 4 يعني مش 2 عندي. 4. زي مثلا this is camera, this is another camera. انا ممكن بلاش الاكسنت، هو ابتدي الاول باكسنت وحش. This is a camera, another camera, this is a carpet, microphone, couch, planet, curtains, lights, cell, drawers, this is another light. ايا كان المكان اللي قاعد فيه، اي بدنجان بقى. air condition, I saw many people when I come, this is a chair. انا كل ده بقى ايه؟ no accent. وحاجه عايزه لحد اقولها له، الاكسنت
زي اللهجات عندنا في مصر. حاجه 20 محافظه كل واحد بيتكلم بلكنه غير التاني. فعادي طبيعي لا يعني اللي اعرفه ان عادي كل واحد يتكلم بالاكسنت بتاعته، ما حدش يمشي يعني يبعد عنها يعني. في دراسه كانت عندنا في الماجستير كان بحب اقول الكلمه دي دايما، كلمه هوم لها 28 نطق في بريطانيا. هوم اوم. تخيل كده بقول لك I live in معاهم اصلا مش هتيجي معايا. لا ايه ده انت بتهزر. حدانا قلت لك يعني انا عايز اقول لك على حاجه، في ناس كتير قوي بتفهم الانجليزي، يعني انا من الناس دي بصراحه، يعني اجي اتكلم لا افهم اللي انت بتقوله، بس هنقعد بقى نتناقش دي. ما ده اللي انا بقوله لك، جاست ا مينيت. حاول بكل دقيقه تطلع اقصى ما عندك في الدقيقه دي، توصف حلو قوي. دي الممارسه اللي هي هتخليك تعرف بعد كده غلب الفارس. الممارس غلب الفارس. بس هي عجبتني قوي لان يعني كله بيقول لك مارس، همارس ايه؟ انت قلت لي دلوقتي ان انا امارس اوصف اللي حواليا واحاول اوصف يومك. وانت خارج دخلت في الكوريدور ده قلت انا when I walk in this corridor I saw محمد حسين he is a beautiful man. مؤمن was a beautiful man too. there are many people here are beautiful كده. accent على الله. المهم تحاول تبدأ تجيب الكلام فيلونسي، بيبقى في فيلونسي في الكلام. فيلونسي في الكلام يعني في طلاقة. طول ما انت عندك طلاقة في اللغة تتكلم بسرعة. يعني مثلا ايه when I came I saw many people they are kind to me. دي انت مش هتوصل لها دلوقتي. انسى دلوقتي، فاهم ازاي؟ بس مرة واحدة تلاقي نفسك بالراحة. يعني انا بقول لك انا لما جيت شفت ناس كانت عطوفة معايا. الشخص اللي كان قابلني اسمه ايه؟ محمد لا اللي كان الاول هيثم was very kind to me. He prepared some coffee to me. It's beautiful one. فاهم ازاي كده؟ هتبتدي واحده واحده تتكلم، انما ما فيش لا اكسنت مش مهم. هي فعلا لا، هي اللي انت قلته مهم جدا، ويعني ده من اهم الفيديوهات اللي هتتقطع، لان الشباب كلها مش عارفه ازاي تتكلم الانجليزي. يعني ده فعليا شفته في حياتي كتير من ناس حواليا عندهم مشكله جدا. يعني اول حاجه بيقعد قدام اللي هيعمل مع الانترفيو في الاتش ار بتحت. طيب عادي، لا مش شرط. عايز تتعلم الاكسنت دلوقتي تعلم الامريكان اكسنت اسهل، لان بتبقى فيه حلاوه في الكلام، انما البريتش اكسنت وحشه. زي مثلا اجي اقول لك كار، دي بالفلاحوكش اكسنت. كار كا دي بريطاني، كار دي امريكا مثلا. وما تتعلمش فورمال، لان احنا عندنا نوعين من اللغه، في حاجه الفورمال والانفورمال، او الفورمال والكوليكوال، او الستاندر والكوليكوال. فاهمك الفرق؟ الستاندر ما هي الا اللغه الرسميه. كيف حالك يا اخي؟ اني بخير. لقد كان يومي شاق جدا، هل لي ببعض من الماء؟ ده الستاندر اللي احنا بندرسه فين؟ في الجامعات والدور العباده الحاجات الحكوميه الفورمال. انما الانفورمال اللي هو الكوليكوال اللي هي الحاجات الغير رسميه. مثلا مؤمن عامل ايه؟ اخبارك ايه يا معلم؟ الدنيا عامله ايه؟ كبير الدنيا عامله معاك ايه؟ ما تقول لي كده عملت ايه في السبوبه اللي انا قلت لك عليها امبارح يا جدع؟ ما تخليك كده صحصح معايا بقى. فده اسمه الايه؟ فاحنا المفروض نتكلم ايه بقى؟ الانفورمال. انما في الانترفيو في الشغل فورمال. فلكل مقام مقال. زي مثلا شيخ في مسجد او قسيس في كنيسه ما ينفعش يقول لك انت اوريدي لو عملتي كده تدخلي النار. لا انا هزر، مقامك فين؟ انما عاكس، انا صحي واحد صاحبي بفويس نوت على الواتساب، كيف حالك يا مؤمن؟ ان يومي كان شاق جدا، هل لي ان تذكرني الساعه 5 صباحا بهذا الميعاد؟ ما فكرتش في الفويس اوفر؟ والله تنفع والله اشتغلت قبل كده، كان في مدينه الانتاج، لا مش مدينه، كان التلفزيون المصري. عملت مسلسل اذاعي في رمضان بس ما اتذاعش. والله كنت طالع بدور اب ابنه بيشرب مخدرات. فانا خدني انت الاب، انا الاب الفاشل. بس ايه بقى انت يا ست هانم ازاي ابنك مش عارف عامل ايه؟ انا وممثل. حتى الست بتقول لي انت كنت هتضربني، انت فاكر انا مراتك بجد ولا ايه؟ فانا بقول لك لا يعني تتكلم بقى ايه؟ دي الفورم الانفورم. تعالى مثلا احنا بنتكلم بيننا وبين بعض بالسلانج. سي مثلا هاو ار يو، دي ستاندرد. واتس اب دود، هاوز ات جوين مان. دي حاجات اللي شبه دي حته كده. سي مثلا حاجات احنا بناخدها اصلا في الانجليزي عندنا، وفي مدرسين ما يعرفوش الكلام ده اصلا، وبيزعقوا لي بقى على السوشيال ميديا ان انت بتهبد. والله ما بهبد، انا جايبها من حاجات عريقه من شيوخ المترجمين في الماجستير والدكتوراه. انت بتهزر يا عم. سي مثلا يقول لك ايه؟ ستارت. ايه الفرق بينه وبين بيجن؟ مفيش فرق. دي فورمال ودي فورمال. زي ازيك وكيف حالك، ايه الفرق؟ طماطم بندوره حبحب، اسمها طماطم بندوره قوطه. مفيش فرق لهجات، فرق دايلكتس بينه وبين. فالطالب فايند اوت تو ديسكفر، اما فيش فرق. دي فورمال ودي انفورمال. اللي هي انفورمال فايند اوت، ديسكفر يكتشف. مثلا اكسكيوز مي وبليز، اما فيش فرق. ما حدش طلع يتكلم عن الحته دي على فكره. مفيش فرق. ما حدش يتكلم على العاميه والفورمال. مفيش فرق. بليز انفورمال، اكسكيوز مي فورمال. زي لو سمحت بقول لك ايه،
شفت الفرق؟ بقول لك ايه، لا دي كده انفورمال. انما لو سمحت هقول لك حاجه غريبه، لو انا مثلا جيت اقعد بتقول لي ايه سيت داون، ده غلط. لو حد اعلى منك مقاما تقول له هاف ا سيت، تفضل بالجلوس. انما سيت داون اقعد. الفورمال بقى او الدايلكت او الانفورمال بتاعها سيت بلادي هير، اترزع هنا، فاهم ازاي؟ سيت بلادي هير، فاهم ازاي؟ ده بقى غور من وشي، فيس اوف، فاهم ازاي؟ انما مثلا ايه جيت اوت اوف هير، جيت اوت اوف هير، ده كده انفورمال شويه، اخرج بره. انما فيس اوف غور في داهيه، فاهم ازاي؟ فدي زيها حسب عندنا على فكره في المناهج المصريه حاجات كتير فورمال وانفورمال، الطالب ما بيعرفش يفرق بينها. وتلاقي بقى، انا اسف والله العظيم لو اقوله في كتب خارجيه او ملازم مدرسين فيري هابديشن يقول لك يا جماعه الفرق بين كلمه فايند اوت وديسكفر، والله ما في فرق، والله ما في فرق. الفرق بين ستارت وبيجن ما فيش فرق. الفرق بين هم ناقصين اصلا، ما فيش ياخدوا معلومات زود بقى يعني. طلعت مره في فيديو قلت ايه كلمه دعاء وشيماء وولاء والاء، اي حاجه اخرها اء في الاخر همزه، بتتكتب ازاي؟ دي يو اي ابوستروفي بس. الناس قالت لي انت بتهبد. قلت له يا حبيبي انا مش هينفع اقول لك مصدر المعلومه لان ده سر، بس انا اقول لك من الاخر مصدر المعلومه بكل هدوء. الناس بتحفظ القران الكريم لغير الناطقين باللغه العربيه، فهم بيكتبوا القران الكريم كده. فتخيل ده كلام ربنا، ههبط فيه ازاي يا زكي؟ ههبط فيه ازاي؟ بلاش دي. طلعت قلت ان المضارع البسيط اللي هو بريزنت سيمبل بيبقى اخره مع السنجلر اس اي اس اي اي اس. قلت له ممكن احط تي اتش اصلا؟ ايه ده ازاي؟ والحد لما بيكتب في دور العباده والحاجات اللي هي الفورمال شويه بتحط ساعات التي اتش مع المفرد. رحت طالع برضو في فيديو تاني وقلت ما فيش حاجه اسمها كات ودوج ودانكي والحاجات دي. ليه؟ انت فصيله البني ادم انسان، الذكر اسمه رجل والانثى امراه، حلو. انما احنا ابن ادم، الجمع بني ادم. لا احنا عندنا شعب مصر غريب، واحد بني ادم، اتنين بني ادمين. سيدنا ادمين ده مين ما اعرفش، فاهم ازاي؟ واحده بني ادميه، يعني سيدنا ادم بقى ادميه، فاهم؟ هو بني ادم جمع، وابن ادم او بنت ادم، رجل وانثى. طيب الانجليزي نفس الحوار، هم علمونا الفصيله سي قطه كات. طب الذكر يا ذكر ولا انثى؟ انا ما اعرفش. كات برضه. لا توم كوين، توم ذكر كوين الانثى. يعني اقول لك ايه اي بوت ا كوين يسترداي، انا اشتريت انثى القطه اصلا. انا اسف اللي اقوله، انت ممكن تفهمني انا كاني هشتمك، بس مش شتيمه. بقول لك يو ار ا دونكي، كده انت كده انا شتمتك. يو ار ا دونكي كده انا شتمتك، كده انت حمار. انما يو ار دونكي انا مش شتمتكش، شخص حمال الاسيه، دي صفه. الادجكتيف ما تحطش قدامها ايه. طيب يو ار دوج، يو ار ماي دوج معناه انت صديق الصدوق. انما يو ار ا دوج ده معناه ايه؟ ده كلب. شفت الفرق؟ يو ار ماي بيتش، مار بيتش ده معناه انت الخدامي اللي ابويا جابوه. انما يو ار بيتش لا، ده كلام تاني، دخلنا بقى في حوار تاني بقى، فاهم ازاي؟ انت وانت الكلب. فحسب الايه ده ما احنا ما عرفناهوش. لما انا طلعت قلت الكلام ده اقول لك انت بتهبي ليه؟ لان المدرس ما هو ما عملش لنفسه ابديت يجي يشتمني انا. هو انت بتغير والله ما بهبد، والله ما بهبد. انا اصلا لو اهبد دي معلومه ربنا هيحاسبني عليها طبعا. ههبد ليه؟ يقول لك ده بيجيب مشاهدات. ليه؟ هي فعلا هتجيب مشاهدات عشان جداً حاجه مختلفه جداً عن التقليدي اللي ماشي في السوق. طلعت برضو في فيديو قلت ما فيش حاجه اسمها تدي تليفونك لحد تقول له 010 او 011 او 012، ما تقولش. اسمها 010 012. ليه؟ الصفر له 4 اشكال. لما الصفر بيتذكر جوه رقم بنقول عليه ناوت، NAOUGHT. يعني مثلا اقول لك ايه million is consists of 6 notes، يعني المليون بيتكون من 6 اصفار. طيب عايز امليك رقم، اقول لك 010 اللي هو 010. طيب الزيرو دي امتى تتقال في الحالات الطبيه او الحالات اللي زي مثلا زيرو كونديشن. النهارده في درجه الحراره زيرو، حاجات العلميه اكتر. النيل NILL، اتفرج على اي تحليل بول، تحليل براز، اي حاجه تلاقي يقول لك نيل، يعني مفيش. 2 نيل لما تيجي نلعب بلاي ستيشن زمان كان يقول لك ايه 2 نيل فور ليفربول، فهنا 2 نيل 2-0. نيل دي يعني مفيش. فانا لما قلت الكلام ده انت بتجيب الكلام ده منين؟ ولا لازم اقول لك؟ امال انا ابقى بايونير ازاي؟ احنا قلناها. فلازم تكون انت بايونير في الحته دي. طب واحد يقول لي طب ما انت كده بتضل الطلبه، انت بتقول معلومات غير. انا بطلع اقول يا جماعه الكلام ده مش موجود في المنهج، دي معلومات اكسترا ليك، ماليش دعوه. ومش لازم لطالب بس، ده ممكن لاي حد. دي ستاندر، الستاندر ده في المنهج عندنا المصري او ايا كان، ده ستاندرد. انا ما اقدرش اجي ناحيته. يعني ما ينفعش اجي اقول لك بدل ما تكتب هاو ار يو اكتب لي واتساب دود. لا بس احنا في اجزاء عندنا في الثالثه ثانوي، طالب ثالثه بياخد الكلام ده الفورمال والانفورمال. زي دير فريند في الليتر بنقول له دير فريند، دي ماي او دير ماي فريند. فانا اجي اقول له لا، اقول له هاي فريند في الانفورمال.
سنسورلي اللي هو اللي مثلا فخامتك جلالتك في الاخر، انما في الاخر بقول له مثلا ايه جود باي، ده الانفورمال. فاهم ازاي؟ في وسط الكلام مثلا how are you and your family ده فورمال. I'd like to مش عارف ايه، وما بكتبش I apostrophe دي I would. حته كده برضو ممكن ما نكونش عارفينها. الاختصارات دي انفورمال، الفتح الكلام ده فورمال. يعني مثلا لك I would like I cannot مش I can't دي كده انفورمال. فاهم ازاي؟ it is مش it's دي كده انفورمال it is. وطالب ثانويه عامه بالله عليك في الباراجراف ما تكتبش انفورمال، ودي المدرسين ما قالهاش خالص في الحته دي. ما تكتبش it's I will I apostrophe وما تبداش الباراجراف ب there is no doubt that this paragraph is important in our life مما لا شك فيه لا تشك في جنابك بعيد مما لا شك فيه ان هذا دي بتبقى جمل محفوظه دي انا فاكرها يعني. مما لا شك فيه ان هذا الباراجراف يمس جانبا هاما من جوانب حياتنا اليوميه. بيمدح في الباراجراف وابن خالتك عشان انت لا تقدم له على شغل والنبي شوف له واسطه عندنا هنا مش عارف ايه. لا فدي حاجات بنعاني منها من هذا ما وجدنا عليه. يلا بقى ابانا يا بالله يا باشا احفظ الكلمتين احطهم في الباراجراف اجيب احلى درجه في الباراجراف ومما لا شك فيه. وفي الاخر يقول لك ايه ارجو ان يكون هذا الموضوع قد نال اعجابكم جميعا وامضى وانقر للترجمه. تشوفش الكلام. و99% من طلبه مصر بتعمل الكلام ده كله. فاهم ازاي؟ فدي لا انت هتاخدها ريد كده وتحطها لطالب ثانويه عامه الجميل ابوس دماغك بلاش مما لا شك فيه ان هذا الموضوع. اقولها تاني الهي تشك في جنابك يا بعيد. ما فيش الكلام ده، ما عندناش الكلام ده. انت تعمل ايه بدايه الباراجراف؟ قلتها في فيديو قبل كده شوك وهوك سي. انا رحت قلت لك ايه والله يا مؤمن يعني لو قلت لك فوائد السجاير انت مش هتصدق. لا فعلا هي فعلا فوائد. عد معايا النيكوتين ده لما تكون متضايق بيظبط لك مودك يا جدع. الاندروفين بيظبطه لك. لما تكون مبسوط بيظبط لك هرمون الاندروفين بدل ما يخليك مبسوط قوي. ولو كلت شوكولاته اصلا يعني شوكولاته دارك كانك يعني اسوأ بكتير جدا ان انت تشرب سيجاره. واحب اقول لك حاجه اللي انا قلت كل ده هبد. بس انا عملت ايه بقى؟ بجيب انتباه. انا جبتك. فده الهوك. زي مثلا بنتكلم في باراجراف عن التكنولوجيا وده بحب ابدا بالمقدمه ده. اقول له مثلا imagine that you was born in 19 مثلا BCE اتولدت 19 قبل الميلاد او 1900 قبل الميلاد. هتصحى من يقول لك تخيل صحيت من النوم لقيت نفسك مولود 1900 قبل الميلاد 2000 قبل الميلاد. هتعمل ايه يا برو؟ هتعمل ايه يا برو؟ فانت مش خدته في حته تانية خالص بقى. حتى بقى imagine بقى هتلاقي المراقب او اللي بيصحح انا بقولها لهم يعني كده. ايه ده في اخر الباراجراف حاول دايما تكتب in my opinion. لما تقول in my opinion بعرفك ان انت فاهم. انا فاهم يا باشا يا حاج يا باشا انا فاهم والله انا in my opinion. ما تشخبطش ايا كان اللي كتبته. اللي كان اكتب another word another مش عارف. اكتب واحده تانية عادي زود. اصل انت لكن مستر ده قال لنا 120 كلمه 6 سطور. هو انت لو كتبت 7 سطور الحد ما عادي يا حبيبي اكتب 7 و8 و9 عادي. احنا بنحب اللي بيزود بس ما بنحبش اللي يقلل. زود عادي. ده انا كل ما الاقي الباراجراف حلو بزود. ما تشخبطش اهم حاجه ما تشخبطش. ومقدمه ما لا شك فيه مش عايزينها. اكتب في الاخر in my opinion وخلص الموضوع. وخليك فورمال وحط بقى سين مسافه وخليك الحروف. ونسيت اقول لك ما فيش حاجه اسمها كابيتال وسمول upper case lower case اصلا. فيش اصلا في ايه فيش في الانجليزي حاجه اسمها كله. واحنا بنسهل عليهم الموضوع كابيتال وسمول اسمها upper case lower case. وما فيش حاجه اسمها صوت اسمها حروف المتحركه اللي او اي اي يو دي. لا اسمها صوت ساكن وصوت متحرك. بس انا بقولها للطلبه الصوت. خلينا في الكابيتال والسمول ولا في الاسم ولا في اي حاجه. احنا بنقول عليهم نسهل الموضوع عليه نقول له اسم كابيتال وحرف كابيتال وحرف سمول. بس الحرف الكابيتال الفورمال بتاعه اسمه upper case اللي تحت. حتى ده في الكيبورد كده upper case lower case. اليو بي هتلاقي الاي بي فحط upper case lower case. انما احنا بنقول بعض كابيتال وسمول. فعشان الكلمه دي مش موجوده يعني. لا هي موجوده بس لا مش شائعه اكتر. بس احنا بنقول upper case lower case. الليرنرز نفسهم لما بيجي يعلموا حد او الانستراكتورز بيجي يقول لك upper case lower case. ما بيقولش اكتر من كده. بنقول write this letter in upper case this letter is lower case بس. اكتبوا حرف كابيتال. احنا بنقول عليه كابيتال وعليه سمول. حتى بيقول لك الصوت الساكن والصوت المتحرك مش حرف ساكن وحرف متحرك. دي برضو بتعمل قلبان تخلي الطالب زي ضحكوا على الطالب وهو صغير يقول لك ايه قطه يعني كات حلو. تقول له حرف السي اتنطق هنا السي. انا بقول لك حرف السي ازاي تقول كا. يعني اول كلمه بتعلمها للطالب غلط. تقول له كات ازاي هو سي. تعمل لي ايه يعني؟ حقيقي السؤال ده كان عندي وانا صغير. ازاي سي وكا. واكتر حاجه طب انت اصلا اكتر حاجه هتفكر فيها طب انا هنطقها ايه في الكلمات اللي بعد كده. انا عرفت الكات طب اما اجي انطقها في اي كلمه سيركل مثلا سنت بايسكل اي حاجه هنطقها ازاي.
بنريح دماغنا ونقول له ان السي لو جه وراها اي اي واي نطيق سين، شكرا على جزاك الله كل خير. فاهم ازاي؟ فبنسبه 99% عشان ساعات بنطيق شاء بقى لو جه بعدها سي اي او اس اي نطيق شاء ساعات يعني. بس انا بقول له عليه لا ليه بنعلم الطالب من الاول غلط؟ ما تقول له ان بدل ما تقول له قطه كات قول له دايره سيركل، يبقى انت نطقت الس والك مره خدت كذا وخدت كذا. هنعمل يعني هنتعب في ايه كمدرس لو جيت لطالب وانت بتاسسه اسسته صح؟ هيجي في الاخر هيريح المدرسين اللي هياخد معاهم وهيريحك انت وهيريحنا كلنا، هيدعي لك. انما انا بقابل بثالثه سنه مثلا ما تاسستش كويس، فاضطر ان الطالب يدعي على المدرس اللي كان بياخد معاه، لانه هذا ما وجدنا على بالنا. يلا اولاد قطه يعني كات، قطه يعني كات، قطه يعني كات. طب السين ليه ما قلتلوش ليه السين نطقت سين امتى، كاف امتى، السي اتش نطقت شا امتى، نطقت كاف امتى؟ علمنا نطق. بصراحه انا بشوف النجاح هنا، يعني انت مثلا لما تخش في مجال تلاقي ان في متشابهات كتير جدا، انت لازم تطلع بره الحته دي، هتظهر يعني ساعتها هتظهر جدا. وبسم الله ما شاء الله انت في الحته دي مكسر فيها الدنيا. اقول لك حتى في الجرامر الحمد لله، يعني حتى في الجرامر عندنا في بشرح الجرامر للطالب ازاي. دخلت تحدي مع طلبه وقلت لهم انا هشرح لكم قاعده عندنا في اولى وثانيه وثالثه، قاعده المستقبل اللي هو امتى ناخد ام از ار جوينج تو، ام از ار فعل زائد ان جي. بشرح لهم بسرعه كده، قلت لهم انت مش هتفهم حاجه، بس لما اشرحها لك بطريقتي انت هتفهم ازاي. انا هقولها لك وانت هتفهم. قال لك ايه ام از ار جوينج تو لما بتعبر عن خطه امنيه وقرار، ام از ار فعل زائد ان جي لما تعبر عن ترتيب افكار او ترتيب احداث او طبعا انت فهمتش حاجه، اللي قدام ما فهمش حاجه. بقول له بقى ايه am او is او are going to، يعني I'm going to is going to are going to plus infinitive اللي هو المصدر في حاله واحده، اللي هو ايه مشاعر تشاور قلبي اللي طاير، اللي هو ايه قلب بلان خطط نفذت ما نفذتش يبقى I'm going to study، يبقى دي بلان يا معلم. decide قررت نفذت يا حماده ما نفذتش. طيب decide plan intend نويت نفذت ما نفذت. طول ما انت ما متنفذش يبقى ايه am is are going to بلس المصدر اللي هو الانفينيتيف. مثلا اقول لك ايه I'm going to study hard this is my plan، في بلان، ما دام في كلمه بلان يبقى I'm going to infinitive. I'm going to travel to Dubai it's my plan، في بلان يبقى I'm going to الثانيه بقى ايدك دي تتحرك، يعني ايه arrange prepare organize ابو بابا APO arrange prepare organize ينظم، دي اتحركت. prepare يعد، organize يجهز. فاجي اقول لك مثلا I'm traveling to Dubai it's arranged لان انا رتبت، ايدي اتحركت. I have tickets I'm going to Dubai. ايه ده امال فين arrange؟ ما الجمله بتقول لك ان انت حركت ايدك، طلعت التليفون، حجزت تذكرتك او رحت المطار حجزت تذكرتك، فانت عملت اكشن. خلصت في اقل من دقيقتين عرفتك المعلومه. واحده تانية نسونر هات فاعل فاعل هاد نسونر. العيال بقى بتتلخبط، طب احط نسونر بيجي معاها زان ولا هاردي وسكيرس اللي يجي معاه زان؟ ما علمه له بقول له كانك دايس على مناخيرك قلت لك ايه نسونر زان نسونر زان هاردي وسكيرس وين نسونر ايه يا ابني انت هو يقول لك زان يا مسنن، او نسونر ايه وانا يقول لي زان يا مسنن، فاهم ازاي؟ نسونر ايه يقول لي زان، يبقى هاردي وسكيرس ليه يقول لك وين. يلا نمشي مع عمرو دياب انا رايح فين يقول لي انا راجع تاني. نسونر هات فاعل يلا ها فاعل هاد نسونر خلص. ونسونر ايه يونزان. ويتفاجئوا انها في الامتحانات تيجي كده يختبروا هل هي نسونر ذان ولا نسونر وين. ما اللي بيحط امتحانات ذكي بيجيب اللي ايه بين السطور، فدي توقع درجه توديك يا طب يا ايه يا كل سنه وانت طيب. بس فهي دي الطريقه الحمد لله انا بتبعها ان شاء الله. حلو جدا. يعني انا اصلا كان في سؤال كنت هساله لك هي ايه الطريقه، فهي دي لا الطريقه ممتعه. يعني انا عرفناها دلوقتي. وببتدي لا حاجه كمان لو انت كمدرس بتسمعنا وحابب تبدا في مجال التدريس، حاول تدي مثال للطالب من حياته اليوميه. هيجيب معاهم قوي اللي بيعمله دلوقتي في فتره المراهقه، يعني كل حاجه من حياته اليوميه. سي مثلا والله انت بتتفرج على ستيتش مش عارف ايه، ايامنا ما كانش في ستيتش، فتقول له والله انت بتتفرج على ستيتش حصل 1 2 3 4 وانت يا ولا انت وهي لما بتصحى مين يا اللي كان راح الصبح مثلا يجيب عيش لمامته بكارتة العيش يقول لك انا يا مستر، له انت راح تجيب كارتة العيش امك تقول لك ايه don't forget to bring bread، وانت ما تنساش يا ولا تجيب لي مش عارف ايه يا ولا بهدل البتاع. حط في دماغه ايه مين هنا اللي ما رماش الزباله لامه النهارده يا ولا، يروح قال انا يا مستر اقول له بس ده العق بتاعنا ده اسمه بلاك شيب فده عق مش عارف. فنبتدي ايه تاخد مثال عليه مش هينساه. انما تيجي اسئله محفوظه مش عارف ايه. يعني في مثال عندنا محفوظ في ام از ار جوينج تو يقول لك ايه لما تلاقي الحدث بنسبه كبيره وتلاقي دليل اعرف ان انت تستخدم ام از ار جوينج تو. زي مثلا يقول لك ايه اتس كلاودي سو اتس جوينج تو رين، يعني السماء مغيمه في دليل واقع اهو يبقى هتمطر. ده حافظينه. طب ما تيجي تقول مثلا انا رايح البنك الساعه 8 الصبح ولقيت ناس كتير جدا مستنيه بره البنك، فانا توقعت ان البنك هيكون زحمه. فاهم ازاي؟ ليه؟ لان البنك بيفتح الساعه كام؟ بيفتح الساعه 9، فانت عندك توقع كبير جدا
لحد زي ده. واحد بني ادم براس بخاخ هيطلع مستر. طب انا دلوقتي الساعه 8 وفي ناس مشيت اعمل ايه؟ اقول له يا حبيبي ماشي، ما عادي، ما نقول لك توقع بنسبه 80%، مفيش بني ادم يتوقع حاجه بنسبه 100%. فاهم ازاي؟ انا كنت في السعوديه والدنيا بتمطر عليا ولابس بنص كم والجو حر واموت، فاذا ده مالهاش علاقه بالحاجات دي. مستر انا دخلت القاعه، هي قاعه الفرح، وانت قلت لي ان وانا دخلت قاعه الفرح لقيت ان الدنيا ناس كتير جدا مستنيين فالقاعه تبقى زحمه، افرض واحده خدت ابنها يعمل بيبي، فاهم ازاي؟ وانا قعدت مكان. انا قلت لك يا حبيبي ده توقع قوي. دخلت الاتوبيس لقيت ناس كتير واقفه، فانت داخل كده توقعت ان مفيش كرسي فاضي. واحد يقول انت على جنب يا اسطى والنبي عشان انزل، عادي ممكن تقعد مكانه. فانا بقول لك بس التوقع الاكبر ان انت مش هتقعد، التوقع الاصغر ان انت هتقعد. فانا بعلمها له كده، لازم تعلم الطالب بحياته اليوميه. بس حلو جدا حلو جدا. طيب انا عاوز اعرف بقى ايه احلامك اللي انت بتقول لي انا بنظم والله انا عايز اكل احنا هنطلب بهزر يا عم، لا والله بهزر. هنطلب انا باين عليا ان انا فتنس الله اكبر علينا، يعني تخين قوي ما باكلش اصلا، ما باكلش خالص. لا بص، احلامنا بفضل الله تعالى نفسي والله بجد، وده الحلم اللي نفسي يتحقق وان شاء الله ناوي احققه، ان انا يبقى ليا مكانه في وزاره التربيه والتعليم. بسم الله ما شاء الله. ما تقولش ان انا يعني ما بعرفش اقول وزير يعني حاجه في وزاره التربيه والتعليم. ليه؟ ده الحلم الاكبر ان شاء الله. نفسي فعلا انا بكون وزير التربيه والتعليم. ده وهغير والله العظيم حاجات كتير جدا. هلغي الامتحانات يا عم العيال قلبنا قوي بقى. لا بجد والله نفسي فعلا. انا في نظري ان والله ممكن الطلبه تتضايق من اللي انا هقوله، مفيش وزير تربيه وتعليم جه في مصر هو مش عارف هو بيعمل ايه. كلهم عارفين هم بيعملوا ايه، انت اللي مش عارف انت بتعمل ايه. اسمع مني صدقني، انت اللي مش عارف تعمل ايه. هتقول لي البيئه اللي حواليا مش حلوه مش مساعداني، والله القرارات الاساينمنتس تقييماتي مش عارف ايه. ده الراجل بيقول لك يا باشا خد طبق من دهب، انا عايزك تبقى حاجه. انا عايزك تبقى حاجه، خففت عليك مواد، عايز ايه تاني يا ابني؟ معلش الحته دي بقى الناس اتعودت اي حاجه تاخدها بسلبيه. يعني اول ما يطلع تقييم او حاجه جديده، لا ده اكيد حاجه مش في صالحنا. انت عارف يعني ايه يطلع لك حاجه؟ هات على ايامنا احنا السنه اللي فاتت اللي هي دفعه 2024 قبل ما الوزير يجي او 23، قول لهم تعالوا مثلا يلا هنحل مع بعض اسئله، بيضطر انه يروح يشتري مذكرات وتلخيصات ومش عارف ايه. الراجل يا باشا بيقول لك ادخل على موقع الوزاره، احلى تقييمات في الدنيا، احلى مذكرات من المستشارين اللي كاتبينها، وحل باجابتها كمان وفي كتير على اليوتيوب بيجاوبوها. انت بقى مستنيه يجاوبوها في ساعتها. ليه تاخد الجانب السلبي؟ مفيش جانب سلبي، انا مش شايف في جانب سلبي لحد الان. يقول لك ده زود علينا مش عارف ايه، ده اتاخرنا في حتى لو انت اتاخرت، انت اصلا انت كائن بتعمل مود اون زنقه الكلبه، ان انا اجي قبل الامتحان بيوم واذاكر. حتى لو كنت دخلت قبل في شهر 6 مش في شهر 9 دخلت المدارس برضه هتشغل زنقه الكلبه ان احنا نيجي في اخر وهنيجي نذاكر. الانسان بطبيعته هو الانسان كده، انسان بيحب سلاكين اوف، انسان مرقوع بطبعه. فاهم ازاي؟ انا بحب انا كده، انا طبعي ان انا اقعد كده اذاكر قبل الامتحان بيوم. فاهم ازاي؟ فهم دول مشكلتهم ان لا انا عايز بقى ان انا الغي التعليم اصلا. دخلت ثانويه عامه ليه؟ نفسي افهم بانهي لوجيك انت دخلت ثانويه عامه ليه؟ لا ده زود لنا التقييمات مش عارف ايه ليه؟ ده خفف عليك مواد. ثالثه ثانوي خفف عليك اكتر يا مستر، ايامها غير ايامنا. تعالى انا بقول لك اهو ذكر، تعالى يا باشا ادخل معايا في ايام انا ورب الكعبه ان جبت 30% قول الراجل ده ما بيفهم اي حاجه. لا انا ومؤمن انا ومؤمن شفنا اللي ما يتشافش. شفنا ما يتشافش ازاي؟ كنا بنكتب كتاب. فاكر انت امتحان الانجليزي؟ ده القلم كان بيخلص. فاكر انت امتحان الانجليزي كان يقول لك ايه؟ سبيكر ايه سبيكر بي فانكشن مرتين، دايالوج انت مش عارف السيتويشن كنا بنخلص التشوز ده في اول 5 دقايق. ده كام واحده كده؟ كنا بنكتبهم، ما تكتبش اي بي سي، يقول لك اكتب الكلمه الاختيار وكان في كله كتابه زي الازهر الشريف ده كله كتابه. انما دلوقتي انت بتعمل ايه؟ اختار قلم معاك من اول السنه لاخرها، تشوز مالتي بلاي تشويس، خلص الموضوع اللي هو الام سي كيو. وبعدين انت بقى عايز ايه؟ يقول لك انا اصل المدير ده مش عارف اعمل ايه. لا والله العظيم جيل بجد فعلا بالله ربنا والله زهقت منه. كلنا بقى اهميه الجزء الترفيهي او الكلام اللذيذ اللي في الشرح للطالب، هل ده بيفرق؟ هقول لك ده بيفرق طبعا. يعني انت لو تدي له حاجه فورمال شويه، في طلبه بتحب الفورمال خلي بالك، ده هتلاقيه 1 من 100% من طلبه الثانويه العامه. ده شخص هو كئيب بطبعه ما بحبوش. هو عايز كده. انما ما تزيدش قوي عن حدك في الهزار ولا تقل قوي، لازم، لان الطالب مهما حتى لو انت قلبت الحصه مسرحيه في طلبه بتمل. فانت لا، جانب في توازن جانب ببقى في الحصه قاعد بشرح فجاه الاقي ايه؟ الطلبه بتبتدي رتمها روح بيديله موقف مثلا مضحك مش عارف ايه، خدش دقيقه بالظبط وبعدين نرجع تاني وبتاع. فخلي مثلا انت يا بنت يا مسامح ركزي معايا، فاهم؟ فالجانب الترفيهي ده بيخلي الطالب بيتسكن في عقله المعلومه اسرع.
يقول لك ده ما شاء الله عليه في وحاجه كمان انت اكيد لاحظتها، انا سريع الكلام. سريع الكلام لما تكون سريع الكلام مع الطالب، بس مش في الشرح، سريع الكلام مع الطالب او بتديله معلومه او بتديله اي حاجه بسرعه بيتلقاها اسرع وبتبقى احسن. انما بالراحه هو نيس اصلا انت قلت في الاول، انما بسرعه هتلاقي الدنيا ايه خلاص دخلت في المعلومه بسرعه بس. فالجانب الفكاهي حلو قوي في التعليم يعني، بس ما تزودش. عايزين بقى نعرف ايه خطه اليوتيوب بتاعتك ايه لثالثه ثانوي ان شاء الله؟ في اولى ثانوي طبعا ان شاء الله اليومين دول باذن الله بنجهز غير المنصه خالص، بنجهز لمراجعه اليوتيوب زي ما قلت لك بره، اللي هي المراجعه اللي انا عاملها دي نص سنه، الترم اولى سنه وثانيه سنه والترم كامل اللي بالرقم اللي قلت لك عليه، رقم ضعيف يعني خالص، عاملين يعتبر شبه مجانا اصلا، هي مجانا اصلا. ان شاء الله يوتيوب هعمل مراجعه كامله لاولى ثانوي ومراجعه كامله لثانيه ثانوي باذن الله مجانا برضه على اليوتيوب. يناير نص سنه كله بقى نص اللي هو الترم الاول كله. على الترم يعني الترم الاول كله باذن الله تعالى. وثالثه ثانوي مراجعه نص المنهج برضه هعملها لهم باذن الله، انزلها لهم قريب، حتى نزلت لهم ربع المنهج كمان هعملها لهم قريب باذن الله، حل برضه وشويه شرح وحاجات من دي. مش هسيبكم والله ما هسيبكم. بس حلو جدا. عاوز بقى اعرف منك كده ايه اهم انجاز عملته في حياتك انت شايفه بتفتخر بيه، يعني الحاجه الاساسيه في حياتك؟ والله انا قلت لك في اول البودكاست انا فخور بنظره والدي ووالدتي حاليا بس يعني ماما وبابا مثلا لما يشوفوا مثلا ابنهم قاعد مع وزير، قاعد في لقاء تلفزيوني، قاعد مع مؤمن، قاعد مع اي حد، نظره الفرح ده. حتى والدي لما انا خدت موقف خدت افضل سنه محتوى السنه دي، والدي اتصلوا بيه كان هو في المدرسه بيقولوا له يا محمد خد كام مليون، قال لهم ده شحات ده مش لاقي حق المواصلات ولا بيعكس حتى دي الناس على يشوف الواحد اونلاين يقول لك ده ملياردير. هو ماي جاد فاهم ازاي، هو مش عارفين الكواليس اللي بتحصل. فانا بقول لك والدي والدتي نفسهم بيبقوا لا دي فخره نظره الفخر عندي بالدنيا وما فيها، ده اهم انجاز وصلت له. انا بقى بسعى حتى ان شاء الله يعني عيلتي كلها، سواء زوجتي بناتي سواء امي سواء اصحابي سواء اقرب الناس ليا، ده اهم انجاز. وبحس برضو بالفخر اكتر لما مثلا ايمن يبقى قاعد جنبي. انا بحب ايمن جدا يعني، ايمن جوز اختي ما شاء الله انت يعني. ذكرت اسمه كتير. لا انا بحبه جدا يعني. ممكن نقول كم مره جينو ذكر اسم ايمن اذكر اسم ايمن هتاخد اشتراك مجاني مع جينو فاهم ازاي. فايمن برضو بعزه جدا لما بيقول لي اعمل حاجه، رغم ان هو اصغر مني سنا، بس لما بيقول لي اعمل دي اقول له حاضر. ان هو ما شاء الله عنده عقليه ويا ما ادراك استغفر الله العظيم يا رب من عقليه المهندسين. لازم يذكر اسم انا مهندس دي 30 مره في القعده، ما ينفعش يقعد كده مش على بعض يا جماعه. انا كمهندس قاعد ازاي ساكت فاهم ازاي. فلا فهو الله اكبر يعني ربنا يحميه. دي نظره الفخر اللي هو من عيلتي، فايمن من عيلتي، يعني بابا ماما اخواتي زوجتي بناتي، اسمها مين ايمن، دول عندي بالدنيا وما فيها، فالحمد لله يعني. حلو جدا. ما هو ده الانجاز طبعا. الانجاز ده انا سيبك ما ان انت تبقى فلوس، سيبك انت تعمل ايه، كل ده بيروح في الهواء صدقني. صح والله. واهم برضه حاجه تانية نظره الناس ليا، حبهم ليا بس. حتى انا بتقدم حاجه فعليا تفيد الناس. وانا والله في الكعبه يا مؤمن كنت انا هناك دعيت ربنا دعاء والحمد لله ربنا استجاب دعاء. اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وكل حب الناس اجمعين. واللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكه الا انت. ده دعاء سحر، ده حاجه سحريه كده تقوله من هنا رزق بيتفتح لك من والله استخدمني ولا تستبدلني يعني. اللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت. بس ده هدوء بقى وجدد نيتك، بس هتلاقي الدنيا الله اكبر عليك ماشيه حلوه. حلو جدا. زي ما بيقولوا زي الحلاوه في القشطه ولا القشطه في الحلاوه ولا او السكينه في الحلاوه. يعني اخر حاجه بقى عايزين نقفل بيها، نصيحه لو ليك نصيحه واحده تقولها لطلبه الثانويه العامه تقول لهم ايه؟ والله العظيم هي حاجه واحده بس ودايما بكررها، اتقي ربنا في اهلك، بس اتقي ربنا في نفسك. يعني لو والدك عايش اشبع منه على قد ما تقدر، والدتك عايشه اشبع منها على قد ما تقدر، توفاهم الله يعني. اعمل حاجه خلي والدك في قبره يفتخر بيك بيها او تبقى فخر لاهلك، بس انت فخر لاهلك. تعمل بقى معلش حتى لو يعني دخلت اي كليه وعملت بعد كده، مش شرط ان اقول لك تبقى غني والله او تبقى مليونير او ملياردير ولا لا والله الفلوس بتروح وتيجي. لا، حاجه الناس كلها تشاور عليك تقول الراجل ده الله يبارك له، الله يديله من نعيم، الله يزيده من فضله. دي عندنا بالدنيا وما فيه. انما تبقى دكتوره ملايين الدكاتره، ملايين المهندسين عادي، مش شايفه انها عاديه، ملايين المحاسبين، بس مين الرائد؟ لا، فانت تبقى رائد بس. حلو جدا.
عاوز اقول لك والله من اهم حلقات تيتشر الله يبارك لك، والله ده الله كلام يبارك لك، حقيقي. والله انت شخص لطيف جدا يعني. والله. الله يبارك لك والله. ويعني هيطلع من الكلام ده كمان ريلز كتيره جدا عيش والله، هتبقى مفيده للطلبه. ده اهم نقطه والله، ان احنا والله. نعمل حاجات وانا والله انت اول ما قلت لي والله كذا بودكاست كلموني وكذا حد كلمني وكذا لقاء برضه تلفزيوني كلموني، قلت له لا. فحتى انا ما قلت الشباب عندي كذا كذا، انت عارف لما انا رنيت عليك قلنا عايزين نعمل شغل سوا والكلام ده كله، راح قايل لي لا روح الدنيا جميله وان شاء الله تبقى احسن يعني. روح عادي وربنا يكرمنا باذن الله. فانا مبسوط باللقاء. ربنا يخليك والله. انا اكتر وقلت حاجات برضه ما قلتهاش في حاجات ده حاجه، ده سبق صحفي. طبعا طالق يا باشا. حبيبي ربنا يبارك لك جدا حبيبي جدا جدا، وشكرا ليك حبيبي. تسلم، ربنا يخليك.